انا عندي حبه اسئله كتير قوي النهارده ليك، هنسير حبه جدل كده. انا 7 سنين خبره في مجال الداتا ساينس. اشتغلت في شركات كبيره الحمد لله زي اتصالات زي كريم. ياسر، مين ياسر حاليا بيشتغل ايه، بيعمل ايه، او اشتغل فين وهكذا؟ احنا كداتا انا السهل ان احنا نتعلم بزنس، بس بتوع البيزنس صعب ان هم يتعلموا التكنيكاليتيز بتاعتهم. فان انت تقول لي ان انت حليت اسئله صعبه في المواقع المشهوره اللي احنا عارفينها، دي حاجه حلوه بتطمني ان انت راجل شاطر. يعني انت لو قعدت تحور عليا في السي في هتخش وهتتكشف. احنا هنتكلم عن داتا سكول اوريدي بالتفصيل. فابتدينا نشتغل معاهم نعمل سكواد، يعني تيم صغير مكون من ناس بتوع اتصالات مش وناس سكواد ده يا باشا، لا مؤاخذه، بتاع بابجي. هل تحليل البيانات لكل الناس؟ باشمهندس ياسر، ازيك يا عم كريم؟ عامل ايه يا أخبارك ريس؟ وحشنا والله. والله انا مبسوط قوي. بقالنا كتير ما تقابلناش والله انا عندي حبه اسئله كتير قوي النهارده ليك، هنسير حبه جدل كده. جاهزين يعني إن شاء هنسير الله. حبه جدل. جاهزين. طيب، في البدايه انا عايزك بس تعرف الناس مين ياسر علي. بص يا سيدي، انا دخلت هندسه عين شمس في 2013. اتخرجت في 2018 قسم كمبيوتر. حلو. اما اتخرجت كان مشروع التخرج في الاي اي، وكان ساعتها الاي اي يعني ما كانش حد بيقول عليه الناس اي اي، كان الناس بتتكلم في ديب ليرنينج وماشين ليرنينج وحاجات زي كده. كنا عملنا سبيتش ريكوجنيشن، كان ابلكيشن قران بتقول الايه بصوتك يطلع لك الايه، يفهم يعني الايه ويطلع لك الايه في وسط الابلكيشن. طبعا كانت حاجه مبهره جدا في 2018، ما كانش حد يسمع عن الكلام ده دلوقتي. فالمهم ابتديت اقدم في شركات، اشتغلت في شركه ستارت اب كده كانت عايز تعمل حاجه زي شات جي بي تي في 2018. كان الناس شغاله على قصه زي كده، بس للاسف فشلت ويعني فلست. تمام. وبعد كده قدمت في اتصالات، بس ساعتها بصراحه كنت مقدم على سوفت وير انجينير. تمام. نقط بس هنا كده قبل ما تروح بس اتصالات. مكتوب عندك في لينكد ان انت كنت اسيستنت في الجامعه بتاعت تقريبا في هندسه عين شمس. في هندسه عين شمس. انت كنت اوريدي معيد، اسيستنت كنت تيتشنج اسيستنت. تيتشنج اسيستنت. درست. احكي لنا شويه على القصه، يعني انت اوريدي عندك باك جراوند عن التدريس حلوه. بص انا بعشق التدريس، انا من ايام الكليه وانا كنت بشترك في انشطه طلابيه، بدرس لشباب، وكنا ننزل طول ايتام ندرس للاطفال هناك عربي وحاجات زي كده. وكنت دايما مؤمن بالتدريس عن طريق السياق. يعني حتى احنا في اللغه العربيه كنا مثلا عشان نفهمه معاني الكلمات نجيب له الحاجه نفسها قصاده، واخد بالك، عشان نحكي له قصه يعني بنربط له الدروس اللي هو بياخدها بالحياه الواقعيه. حلو قوي. فكنت بحب جدا موضوع التدريس، وما اتخرجت اشتغلت سي بلس بلس، درست الناس سي بلس بلس، وكنت بعمل لهم فيديوهات حتى على اليوتيوب، حل الاساينمنتس ومش عارف ايه. فكانوا مبسوطين قوي يعني. فموضوع التدريس ده كنت بقرا فيه وكنت بحبه من وانا صغير يعني. اوكي. فبالتالي اشتغلت في التدريس، بس ايه انت عارف في الجامعه التدريس في الجامعه ما كانش احسن حاجه وما كانش ماشي في الشغل. يعني فضلت ادرس وانا شغال في اتصالات، ايوه. بس مع الوقت ما كنتش عارف اوفق ما بين الشغل. احنا هنروح اصلا دلوقتي لقصتك مع اتصالات، واللي انت ازاي تخش، يعني اوريدي ازاي دخلت اتصالات وهكذا. بس انا يعني كملت حبه حلوين، درست مش عارف ترم ولا ترمين مش فاكر يعني. ممتاز. بس انت اوريدي عندك باك جراوند اللي انت هاو تو تيتش. طبعا حلو قوي. وكون اصلا انت اشتغلت في معيد في واحده من اصعب الجامعات في مصر وهي جامعه عين شمس، فواضح ان انت كنت جايب مجموع حلو بقى هندسه. الحمد لله. كنا بنذاكر شويه. طيب، طب معلش كده هندسه، انت دلوقتي عرفت لي نفسك كدراسه. انا عايزك ياسر، مين ياسر حاليا بيشتغل ايه، بيعمل ايه، او اشتغل فين وهكذا. فعايز كده ايه بريف عن ياسر يعني. طيب سريعا، انا 7 سنين خبره في مجال الداتا ساينس. اشتغلت في شركات كبيره الحمد لله زي اتصالات زي كريم. في وسط اتصالات وكريم كان عندي opportunity ان انا اشتغل مع كونسلتنج كومبانيز زي ماكنزي زي سايمون كوتشر، شركات كبيره. ما شاء الله. في خلال ال7 سنين دول اشتغلت خدتها بقى من اول الاكستريملي تكنيكال داتا ساينس ماشين ليرنينج مش عارف ايه، لغايه الاكستريم الناحيه الثانيه البيزنس، بعمل كامبين، بعمل بادجيتنج بتاع الشركه، وبعمل اي بي تيستنج وهكذا. فدي الخبره بتاعتي في الشركات دي. بعد ما خلصت في كريم، طبعا كريم مدرسه جامده جدا في رياده الاعمال. احنا جايين لها دي. احنا جايين لها. انا غيرت دماغي خالص. ايوه. وساعتها قررت ان انا يعني استقيل بقى من كريم واعمل شركه لنفسي داتا سكول. اوكي. وكان الفيجن بتاعتي ان انا انقل بقى الخبرات بتاعت السنين اللي فاتت دي عن طريق كورسات بقدمها للناس، عن طريق منتورشيب. انا اكتر حاجه اتعلمتها ان انا ازاي اربط ما بين الداتا والبيزنس.
ممتاز يعني جدا. في كريم فعلا احنا كنا بنجيب فلوس من ورا الداتا. فانا كنت عايز اطلع الكلام ده للناس. ناس كتيره مش هقول لك عايزين يخشوا المجال مش عارفين الكلام ده، لا ناس شغاله في الشركات داتا اناليست بس مش عارفين يتعلموا القصه دي. حلو قوي. فانا رساله الداتا سكول الرئيسيه هي دي، ازاي في الاخر تطلع فاليو من الداتا، سواء بقى انت عملت داشبورد، سواء انت عملت ماشين ليرنينج، سواء عملت ايه، مهم الداتا دي المفروض تتحول لفاليو للشركه. احنا هنتكلم عن داتا سكول اوريدي بالتفصيل، ولكن خلينا نقول ان ياسر اشتغل في اتصالات، ثم انتقل من اتصالات راح كريم، وكان عنده opportunity كبيره ان هو يشتغل في شركه من شركات الكونسلتيشن العالميه زي ماكنزي وخلافه. قبل ما تروح اتصالات بقى، انت ازاي تخليت عن الباك جراوند اللي ليه علاقه بالسوفت وير انجينيرنج عشان تدخل اصلا اتصالات از داتا ساينتست؟ بص، هو انا يعني اوريدي درسنا الماشين ليرنينج وسيكوال كل حاجه في الكليه، والمشروع التخرج بتاعي كان ديب ليرنينج، كانت حاجه معقده، سبيتش ريكوجنيشن على داتا عربي. حلو قوي. فكانت حاجه معقده، بس ما كانش يعني انا كان لسه في 2018 الناس ما بتتكلمش في القصه دي، ما فكنت مش عارف ليها مستقبل ولا ملهاش مستقبل ولا ايه. فكنت مقدم في السوفت وير، الحاجه اللي كانت منتشره ساعتها، وكنت متاكد ان هي ليها مستقبل والكلام ده كله. بس هو اما جيت قدمت بصوا في السي في بتاعي، لقوا ان في كورسات كتيره ماشين ليرنينج، اندرو بقى وكورسيرا مش عارف ايه، ولو المشروع بتاعي مشروع التخرج بتاعي كله سبيتش ريكوجنيشن وديب ليرنينج وحاجات زي كده، لقوا الدراسه بتاعتي كلها. قال لي ايه، فراح جاي جم قالوا احنا بنبيلد الداتا ساينس تيم. كان لسه اصلا التيم ده لسه. بيبدا في اتصالات. لسه هينشئوه، ولسه بيعينوا ناس فيه. فايه رايك تخش تعمل انترفيو في الحته دي؟ انا بصراحه كنت فاكر يعني، قلت لهم يا جدعان لا مش بتاعتي قوي، خلينا في السوفت وير مش عارف أيوة. ايه، هخش اترفض فاكس. واصلا كان البومينج ساعتها سوفت وير انجينيرنج ده كل الناس رايحه توجه ده يعني. كان لسه ده ساينس مش فاهمين ده بالظبط. فساعتها قلت خلاص ما نخش يا عم نجرب ايه اللي هيحصل. يعني عايز اقول لك دخلت رحت الشركه، صلينا العصر وبدانا انترفيو. فضلوا معايا انترفيو واحد ورا واحد، يعني عملنا 2 انت يعني واحد جه معايا عمل انترفيو بتاع ساعه، وواحد كمان بعد كده جه معايا تيم ليدر تاني عمل معايا بتاع انترفيو، قعدنا حوالي ساعتين انترفيو، وكان جنبيهم بقى ناس في التيم ويسالوني وبتاع. بعد الساعتين كان خلاص المغرب فاضل لي شويه، قلت لهم يا جماعه معاكم لغايه المغرب عايزين يعني. فالمهم خلصت الانترفيو، كان يعني اسئله كتيره ودعك جامد جدا، وبعد كده خلاص سلمت عليهم وماشي. وصراحه كنت فاكر ان انا مش هتقبل، ما اعرفش ليه. بس سبحان الله بعدها بكام يوم لقيت التالنت اكوزيشن بيكلمني بيقول لي انت اتقبلت وبتاع والف مبروك. قلت له يا راجل اتقبلت في داتا ساينس تيم؟ هو اصلا مين اللي كان عامل لك ريكومنديشن انك تخش اتصالات، ولا انت اوريدي قدمت عن طريق ايه اصلا؟ ريكروتمنت. ريكروتمنت. يعني تواصلت مع ريكروتر بالظبط كده، وهو اوريدي يعني قدم لك الاوفر ده؟ يعني هو في قال لك ان في ريكروترز بيشتغلوا في الحساب الاتصالات، بيجيبوا التالنتس من الماركت. ممتاز. واخد بالك؟ فهو اوريدي دخل، يعني انت يعني عايز اعرف بس معلش البروسيس كانت ماشيه ازاي؟ هل هو اللي دخل كلمك ولا انت اللي دخلت كلمته؟ لا انا اللي دخلت اكلمه. حلو قوي. لان في ناس كتير جدا الفتره دي ما بتحبش تخش ان هي تبعت سي في الاتش ار يقول لك انا مش هيكلمني ولا الكلام ده. لا ريكروترز كتير بالعكس، ده الريكروترز دايما عندهم مشكله ان هم يلاقوا التالنتس اقوياء. اوكي. واخد بالك؟ احنا هنا في داتا سكول زي ما انت شايف، احنا عشان نعين حد بنقعد ندور كتير قوي، ونشوف ريكروترز يجيبوا لنا، ونقعد ننزل اعلانات. واخد بالك؟ فدايما اي شركه اكيد بيبقى عندها ريكروترز بيدوروا لها لموظفين. فانت لو عارف احد الريكروترز دول، انا كنت عارف احد الريكروترز اللي بيعين للسوق، فبعت له السي في. انت كنت عارفه في النتورك بتاعتك؟ بالظبط كده. الكلام ده كان على لينكد ان؟ لا معرفه شخصيه. كانت معرفه شخصيه. يعني هنا حته النتوركينج دي مهمه جدا. مهمه جدا جدا جدا. اوكي. فالمهم كلموني وقالوا لي اتقبلت، فدخلت معاهم في التيم. ابتدي بقى يعني ما دخلناش على طول في حته الماشين ليرنينج، كان لسه بنبيلد التيم، وكان لسه مش عارفين برضه هنعمل ماشين ليرنينج على ايه بالظبط. داتا في اتصال بالهبل، اكبر داتا بيز شفتها في حياتي. واخد بالك؟ ففي الاول كنا بنشتغل اناليتكس. يعني في الاول كده دخلوني في بروجكت كنا بنتكلم ازاي ان احنا نفهم اللايف ستايل بتاع الناس عن طريق الداتا بتاعت اتصالات. فكان فيها شغل اناليتكس قوي جدا، ازاي تفهم الداتا وازاي تخرج معلومات من معلومات. يعني مثلا ممكن يبقى عندنا مثلا 4 معلومات او 4 كولومز عن الكاستمر، نكستراكت منها 20 30 كولوم. فازاي انت من المعلومه الواحده تعرف معلومات كتيره. ده كان شغل خلالي يبني لي عندي الاناليست مايند سيت.
الاناليتيكال مايند سيت دي اوريدي بتتبني عن طريق يعني الشغل اللي انت او اوريدي انت بالظبط. بنيتها عن طريق الشغل ده. بالظبط كده. انا بصراحه كان عن طريق الشغل وعن طريق المنتور شيب قابلت ناس كتير في حياتي بصراحه في خلال 7 سنين شاطرين جدا. اتعلمت منهم ازاي بيفكروا في الداتا، ازاي كمان يطلعوا فاليو من الداتا، واخد بالك. فكنت دايما بسال يا جماعه هو انتوا ليه عايزين الريبورت ده، هو انتوا ليه عايزين تطلعوا الرقم ده، طب انتوا بتفكروا في ايه بعد كده. فطبعا كان دايما نتعامل مع الناس بتاع الماركتنج والكلام ده كله. واتعلمت سيكوال كويس جدا. طبعا انت بتخش تيليكوم كومباني، سيكوال رقم واحد. مم. فبقى فحت سيكوال، بقيت شاطر جدا بسيكوال الحمد لله. اوكي. كان عندي برضو منتور يعني ربنا يكرمه، يعني خولي كان حد محترم جدا، فهو كان شاطر قوي قوي في سيكوال، فتعلمت منه بسرعه موضوع السيكوال ده. ومع الوقت ابتدينا ماكنزي جت. ماكنزي ما جت اتصالات، هم دول كانت دفعه قويه في ماشين ليرنينج. فجايبين طبعا ناس اكسبرتس، برتغال، اسبانيا، باكستان، ايطاليا، كلام زي كده، ناس بقى خبره سنين في المجال. فقال لك يا جماعه خلاص احنا هنيجي بقى ننقل اتصالات نقله ثانيه خالص، ندخل فيها بقى الادفانسد داتا اناليتكس اللي هو يعني يوزنج الماشين ليرنينج عشان نعلي اتصالات في السوق ونعلي الريفينيوز والكلام ده كله. فابتدينا نشتغل معاهم، نعمل سكواد يعني تيم صغير مكون من ناس بتوع اتصالات مش وناس سكواد ده يا باشا لما مؤاخذه بتاع بابجي؟ لا. هو السكواد ده بتاع ما بابجي. هو نفس الكونسيبت اللي نفس هو واحد من كل فريق كونوا فريق. ايوه. وسكواد بقى، فاحنا مركزين في بروجكت معين، نقعد مع بعض في تشالنج كانت لطيفه قوي في فطبعا الناس طبعا هناك كانوا بيشتغلوا 12 ساعه. أوكي. ودي احد الحاجات بصراحه ان يعني ربنا الهمني، قال لي ايه دي فرصه مش هتتعوض تاني. فانا كنت باجي مثلا 9:30 الصبح ولا حاجه، وافضل قاعد معاهم لغايه 8 بالليل. انا مش مطلوب مني الكلام ده، يعني انا مفيش حق. هي دي بقى اللي بيفرق مايند سيت برضه عن مايند سيت وفي ناس تقول لي يا ابني انت بتاعك كده ليه ما تمشي الساعه 5. انا كنت منبهر جدا بالناس دي، كنت عايز اقعد معاهم وادخل معاهم في الميتنج، كنت برخم قوي بقى يعني. هو يخش اوضه الاجتماعات بتاعتهم، يقعدوا ميتنجز مع بعض الشركه بتاعتهم، اخش معاهم واجيب اللابتوب واشتغل معاهم. حلو قوي. عايز افهم الناس دي بتتكلم في ايه، الناس دي بتفكر ازاي، والناس دي ازاي بتستحمل تقعد تشتغل الوقت ده كله. فكنت حاسس ان هو مش احسن مني في حاجه، هم بني ادمين وانا بني ادم، وانا بشتغل كويس وهم بيشتغلوا كويس، انا هقعد اشتغل فانا اتعلمت منهم كتير. ففضلت اسهر معاهم والكلام ده كله. فضلنا شغالين على بروجكت يعني لمده سنه ولا حاجه. اوفرول في اتصالات قعدت 2 سنين. فتعلمت كويس جدا بقى في الاكسبوجر ده. كانت يعني تقريبا مفيش مشروع زي التاني، كل مشروع كان مختلف، كل مشروع كنت بطلع منه بحاجه جديده. وهنا كده بقى التيرنينج بوينت، ان انا جت نقطه تحول، ان انا الناس بتوع ماكنزي دي لقيتهم ان بسبب ان هم فاهمين بيزنس كويس، قدروا ان هم يطلعوا ماشين ليرنينج مودلز تجيب فلوس من الاخر. حلو قوي. اللي هو اصلا وظيفه اي حد في مجال الداتا، سواء في الداتا ساينس، الداتا انجينيرنج، الداتا اناليسيس، والحاجه الرئيسيه اصلا عنده ان هو يحاول يساعد الداتا ان هي تجيب فلوس او ان هي توفر فلوس. بالظبط. الشركه مستثمره فينا، جايبه التيم وكل واحد واخد يعني تقريبا ماكنزي كونسلتيشن دي حاجه بادجت عاليه ملايين يا باشا، دافع له ملايين. اوكي. وهل فعلا بقى يعني الحوار ده اتى ثماره؟ طبعا ملايين. طيب ده كلام ممتاز جدا. هنا ساعتها انا قلت ايه، خلاص انا محتاج بقى اروح بقى شركه تانية وابتدي اخد كورسات في البيزنس نفسه. ما هي دي بقى النقطه اللي احنا هنروح ليها، اللي انت بعد اوريدي ما خدت الاكسبيرينس بتاعت اتصالات وعرفت ان الداتا دي من غير البيزنس مش هيكون ليها اي امباكت على الشركه. فانت بقى دلوقتي ايه اللي خلاك تسيب اتصالات وتروح كريم؟ بص، هو بيني وبينك يعني ايه، انا في الاول لما كنت قدمت على كريم انا كنتش عارف ان هي كريم مبهره كده وقويه كده، كنت فاكر هي شركه عاديه كده ايه، ويلا اقدم كده اشوف يعني. بس سبحان الله قدمت مثلا في شهر 7 كان اعلان على لينكدين، وكلموني في شهر 10 بيقولوا انت كنت مقدم معانا، فما كنتش فاكر اصلا. قلت لهم تقريبا كده تعالى يعني كده حوالي كام شهر؟ 3 شهور عشان ما هو ده بقى يعني دي رساله للناس اللي هو ما تستعجلش ان هم يردوا عليك. عايز اقول لك يمكن في شهر 11 4 شهور 4 شهور عشان بس يعني ده برضو يعلم الناس ان هو لازم يكون في صبر شويه. وانت بتقدم على وظيفه الشركات دي السي فيهات كتير قوي بتتقدم فيها، والفلتريشن بتكون عاليه قوي. فالمهم ايه، تعالى قلت لهم يلا بينا. فقالوا بس احنا اول ما ندخلك، قبل ما ندخلك اي انترفيو، احنا هنبعت لك سيكوال تيست صعب جدا تحله. حليته عارف انا السيكوال تيست ده اللي هو مش هتضيع معاك وقت، خليه بس نشوف انت بتعرف تكتب سيكوال ولا لا. فيا باشا دخلت الامتحان، كنت محضر كويس الحمد لله، قبلها قعدت احل وبتاع. حليت على ايه؟ حليت على هاكر لاند.
ده كان البريبريشن بتاعك اللي انت تخش ايه تحل في الامتحان ده. تيست. وهاكر رانك عليه اسئله رخمه كتير، لو آه. قدرت تحل الهارد كويستشنز انت كده جامد. وفي ليت كود برضه، ليت كود ده في كده قوي اوريدي جدا. حاجات كتيره طلعت اكتر من هاكر رانك. الكلام ده بقول لك برضو من يعني 2020. بس في حاجه هنا هندسه، زمان شويه. ليه دايما الناس بتهرب من حته ايه؟ انا بعرف اكتب سيكوال، بس ليه دايما الناس بتهرب تقول لك ايه انا اتخنقت من حل المشاكل على هاكر رانك وبتاع؟ بص، هو مشكله هاكر رانك ايه؟ ان هو الاسئله بتاعته رخمه في فهمها، في صياغتها نفسها. يعني هو سيكوال برضو فيه حاجات رخمه، بس هو اصلا فيه يعني سيكوال سهل، بس انت عشان تفهم هو عايز ايه اصلا هي دي المهاره. لا، والاسلوب بتاعهم برضو سخيف شويه بصراحه يعني. آه. هاكر رانك يعني. عشان كده احنا يمكن في داتا سكول باجي اعلم سيكوال، انا اللي صممت الداتا بيزز و صممت الاسئله نفسها، لان انا كنت بعاني من القصه دي. او انا باجي احل في الهاكر رانك. فالحمد لله دخلت وحليت الامتحان، حليته كله الحمد لله. يعني الفضل ده كان يعني في شويه اسئله صعبه. لا كلمنا عن الامتحان، انت رايح بينا في ايه؟ الامتحان كان صعب قوي يعني. اكتشفت هو صعب قوي بعد ما دخلت وابتديت انا اعين ناس وابعت لهم الامتحان ده. احنا هنيجي اوريدي للجزئيه دي، بس انا عايز انا افهم. بصراحه انا كنت حاسس ان هو يعني ايه، ما فيهوش غير سؤالين صعبين. بس خلاص وحليت كل الاسئله وقفلته، فحسيت هو سهل. لقيت الريكروتر كلمتني بعد الامتحان، انا خلصت قبل ميعاد الامتحان بنص ساعه، يعني انا سلمت بدري قوي. فلقيت الريكروتر بيكلمني على طول بعدها بيوم، مثلا بالليل تاني يوم الصبح: الو ياسر، انت جبت 100% في الامتحان، انت ازاي عملت كده؟ اوكي انا ايه، انا مش فاهم ما يعني. شاء الله انت جبت 100%. فقالت لي، انا افتكرتها بتحاور عليه عشان ايه، تدخلني يعني التيم بتحاور عليا دلوقتي. والله جت 100%. فقالت لي ده كل الناس اللي بتخش الامتحان يا مش بيكملوه يا بيجيبوا 50%، يعني اقصى حد بيجيب 50% مثلا. نقف هنا بقى عند نقطه مهمه جدا يا هندسه. دلوقتي انت كان عندك كام سؤال اصلا في الامتحان؟ كانوا 8. 8 اسئله. انت كان بتقول في 3 صعبين جدا. كان ازاي؟ كان 2 بس. كان 2 حلو قوي. يعني ممكن تكلمنا كده عن طبيعه الاسئله، بحيث ان مثلا لو حد عايز يحضر او هارد، 2 هارد، 2 هارد كانوا صعبين قوي، واثنين او 3 مثلا ميديوم، وثلاثه سهلين يعني. فاكر حاجه منهم كده او يعني عايزين نفهم الشركات دي بص، هو بتحط الامتحان ده بناء عن ايه يعني؟ عجيب، سؤال عجيب يعني. كان بيقول لي امبلمنت الباينري تري اللي هي بتاعت الالجوريزمز بتاعت البرمجه. في حاجه اسمها باينري تري في البرمجه. امبلمنت اللوجيك ده باستخدام السيكوال. طبعا هو ما كانش يعني ايه، كان شارح لك يعني ايه باينري تري، وكان شارح لك ازاي اللوجيك ده ماشي ازاي. اوكي. شارح لك لوجيك معين وانت اعمله بالسيكوال. هي كانت التركية كلها في ايه؟ ان انت تكون شاطر في السيلف جوين. الموضوع كله كان ليه علاقه بسيلف جوين. فانا الحته دي كنت عملت عليها براكتس كويس. في الاول بصراحه لا، انا في الاول ما عرفتش احل السؤال ده. اوكي. بس التركية هنا ان انت كنت المفروض ايه يعني. الناس انا بعد ما ابتديت اعين ناس كانوا بيقعوا في السؤال ده بيحبطوا وبيمشوا، او بيقعدوا وقت طويل قوي فيه، فوقت الامتحان يفوز. ايوه، بس انا واحد ما عنديش اي باك جراوند ليه علاقه مثلا بالسوفت وير انجينيرنج او الالجوريزم، هو مش طبق لي الباينري تري. لا مش محتاج، هو ما بيقولكش كده يعني. هو بيشرح لك اللوجيك بتاع باينري تري، بس انا فاهم دي باينري تري عشان انا درست الالجوريزم. اوكي ماشي. بس هو شارح لك ان التري دي شغاله ازاي، واعمل بقى اللوجيك ده بالسيكول. فانت مش ما عندكش خلفيه عن برمجه، مش مهم. بس الفكره في ايه، ان انت لا رحت جاي سايبه وقلت ارجع له في الاخر. ماشي. يعني ده انت كده بتقول للناس انت لو دخلتوا اي امتحان لو لقيت سؤال صعب ما تقعدش تضيع وقت فيه. بالظبط. الامتحان دايما بيبقى ليميتد، اخرك ساعتين لازم تحل فيه الامتحان. برضه الامتحان غالبا ما بتبقاش ساعتين، بس ده كان ما اعرفش ليه ساعتين كده. المهم يعني ايه، فمهم دخلوني بعد كده انترفيو مع المديره بتاعتي بعد اوريدي ما خلصت الامتحان وكلموك. كلموني يلا بقى في انترفيو. دخلت في الانترفيو بقى ما كانش فيه تكنيكال خالص. بيزنس بقى، مايند سيت وديتا اناليسيس مايند سيت. كانت بتكلمني اولا طبعا بتكلمني على المشاريع اللي انا عملتها في اتصالات. ودي خد بالك منها، دي حاجه مهمه قوي، ان انت وانت داخل اي انترفيو لازم تكون مراجع الحاجات اللي انت عاملها في السي في. يعني ما ينفعش تيجي معايا في انترفيو واجي اشوف مشروع انت عملته في السي في، اقول لك يا كريم كلمني عن المشروع ده، تقول لي والله مش فاكر، او مثلا تكلمني عنه شيء كده يعني قشور وانت مش فاكر التفاصيل. لا، انا عايز اشوف المشروع ده انت عملته بجد ولا لا، واشوف تفاصيله وفكرت فيه ازاي، فهقعد اسالك فيه كتير. فهي طبعا كانت سالتني انا يعني الحمد لله كنت مرتب الكلام ده، فقعدت تسالني عن المشاريع اللي انا عملتها في اتصالات.
فانا كباب، طب وليه عملت دي؟ طب ليه ما عملتش دي؟ طب الفاليو اللي طلع في المشروع دي دايما كانت بتسال فيها في الانترفيو. ودي كانت اكتر حاجه محفزاني ان انا لازم اربط البيزنس بالداتا. بتقول لي يعني من الاخر في الاخر فت الشركه ازاي بالمشروع ده. بس ثانيه واحده بس هندسه، دلوقتي هي كانت بتكلمك على مشاريعك في شركه اتصالات اللي على ارض الواقع، انا بقى كواحد مقدم مشروع او بروجكت انت لسه فريش يعني. لسه فريش تمام، او خليني اقول لك لا انا مثلا عندي سنتين خبره مثلا، واشتغلت مثلا في شركه صغيره ويعني وقدمنا حاجه باستخدام البيانات، بس انا مش حاططها عندي في السي في، لا انا بقى او مش حاططها عندي في هو البورتفوليو اللي بتاعي. عايز يشفت كارير بقى يعمل ايه؟ اوكي. اللي عايز يشفت كارير ده هو انت شغال في شركه. الشركه دي مهما كان البوزيشن بتاعك اكيد فيها داتا فانت تربط الجزئيه دي بالجزء بتاع بتاع فهمتك. البيزنس. اه يعني انت راجل مثلا بتاع اوبريشن وعايز تشفت من الاوبريشن. والاوبريشن كلها داتا. كلها داتا. انت راجل بتاع ماركتنج كله داتا. انت راجل بتاع سيلز كله داتا. اتش ار كله داتا. اي كان بس في داتا. اوكي، لا احنا خلينا نتكلم بس هندسه عن الجزئيه بتاعت انا دلوقتي راجل اتعلمت داتا اناليسيس في كورس ما. طبق الداتا اناليسيس ده في الداتا اللي عندك في الشركه، واعرض اليوز كيس دي للمديرين بتوعك، وقول لهم يا جماعه والله انا من خلال الداتا بتاعتي دي اكتشفت ان احنا كنا المفروض ما نمشيش كده، ده احنا كنا المفروض نمشي كده. وهي اصلا ما اتطلبتش مني، يعني انت بالظبط. يعني مش شرط حد يطلب مني ما هي دي بقى ده. الفكره. ما هي دي الفكره ان هو مش هيطلب منك لان هو ما هواش دريان اصلا. هو عارف ان انت بتعمل 1 2 3 مالكش دعوه مش بالقصه دي. عارف ان في فاليو كبيره من الداتا. اه فانت محتاج تشتغل فوق ال8 ساعات. انت ال8 ساعات بتوعه ادهم له في الشغلانه بتاعته. اوكي. بعد ال8 ساعات اشتغل انت شغلانه تانية اللي هي الداتا. لان انت لو اشتغلت شغل الداتا في جوه ال8 ساعات دي، لقيتها برضو في الكوتشنج سيشنز. واحد بيقول لي ايه، بقول لمديري ما تدينيش تاسكات، سيبني شويه اركز في حته الداتا دي وهطلع لك فاليو. فالمدير بيتعصب. ايوه انا مش مشكلتي. لا وبيديله وقت وما بيلحقش يطلع فاليو، فيقول لك يبقى الداتا دي ملهاش اي 30 لازمه وانت مش هتعرف تطلع حاجه. فوقك بقى الموضوع ده سك عليه، ركز على اللي انت مركز فيه. بس الفكره لا، انت محتاج معلش تشتغل شويه زياده فوق شغلانتك عشان تطلع الفاليو، وبعد كده هو هيقتنع ويقول لك ايه خلاص اشتغل ال8 ساعات في الايه، في الداتا. او لو ما اقتنعش انت هيبقى عندك بروجكت ناجح في الداتا حطه في السي في، عندك اكسبيرينس. طيب ده كده ممتاز جدا، بس معلش اخر حاجه، الجزئيه بتاعت الطالب اللي اتعلم او خد كورس وعمل مشاريع فعليه وطبق، ازاي بقى يشرح الكلام ده لوظيفه هو مقدم عليها از داتا اناليست؟ بص يا كريم، ما هي دي ازمتنا دلوقتي في الماركت، وده اصلا عشان كده احنا عملنا داتا سكول. ان دلوقتي الناس مش لاقيه مشاريع محترمه تبيلد المايند سيت بتاعتها وتحطها في البورتفوليو بتاعها او في السي في بتاعها. كله كوبي بيست. كله كوبي بيست، ومش بس كوبي بيست، هو بيمشي ورا الخطوات ويعمل داشبورد ويبقى هو ده المشروع. لا احنا عايزين مشاريع بتتكلم على بروبلم، بتتكلم على حاجه انت بتحلها، بتتكلم على فاليو من ورا المشروع اللي انت عملته ده، بتصيغه بطريقه ادي المشكله، ادي الخطوات اللي انا اخدتها عشان احل المشكله، ادي كي بي ايز المهمه اللي انا بقيسها البيزنس. يعني مثلا الماركتنج ده ليه كي بي ايز معينه. عملت بروجكت في الاتش ار، وريني ان انت فاهم ان في كي بي ايز مهمه في الاتش ار، وده اللي انا عملت لها اناليسيز وهو ده اللي المدير بيدور عليه، ووريني انت اكتشفت ايه في الداتا، ووريني ريكومنديشنز. فالكلام ده للاسف مش موجود كتير يعني، للاسف. واخد بالك انا يعني مشفق على الناس اللي بتتعلم دلوقتي مش لاقيه ده كتير. هو بصراحه هندسه يمكن من اقوى الحاجات اللي يعني اتعملت عشان ان الداتا اناليست او اي حد عايز يتعلم المجال يتمرن ان هو ازاي اوريدي يسولف بروبلم. في كذا موقع، في تقريبا اسمه فورج او حاجه زي كده، مش عارف انا نطقت صح ولا غلط. ده كان بيديك بقى ايه، جوب سيميوليشن، اللي انت بتحاكي، وانا جربت حاجه زي كده بصراحه كانت ممتازه جدا. يعني يا ريت تبقى تجيب لنا كده لينكات الحاجات دي. يعني هو كان هحط ده اوريدي، ممكن نحط ده اوريدي في الديسكربشن. كان بيديك بروبلم ويقول لك ان شركه اكس عندها مشاكل في 1 2 3 4 وعايزه تسولف حاجه معينه، او اوريدي عندها مشكله ان في 1 2 3 4. انت بقى عندك الداتا اهي، وخطوه بخطوه احنا معاك، جرب واحنا هنقول لك في الفيديو اللي بعده انت مشيت صح ولا غلط، وطريقه تفكيرك دي صح ولا غلط. وبعد ما تخلص اوريدي بتعمل برزنتيشن كامله وبتتمرن عليها، تسجل فيديو وتشرح لي البرزنتيشن دي، وانا هوافق اذا كان البرزنتيشن اللي انت عارضها دي صح ولا غلط، وكمان هديك الفيديو الصح. فبصراحه كانت حاجه محترمه جدا جدا جدا.
وانا واحد برضو لما كنا عاملين الاوبنور انا وانت الجزء بتاع صياغه البروجكت، احنا طبعا هنروح اللي انا عملت معاك كوتشنج سيشن، وطبعا يعني ايه ناقشتني في كل حاجه، فهنروح برضه لحته البورتفوليو دي. ولكن احنا نقول لازما وانت بتقدم البروجكت لازما تروح عند الحته بتاعت اللي انت حليت مشكله عامله ازاي، وصياغه المشكله كانت ايه، بالظبط وحليتها بشكل عامل ازاي. ده اللي بيدوروا فيه. انا عايز اقول لك كمان ايه في الانترفيو مثلا ده بتاع كريم، بعد ما قعدت تكلمني عن المشاريع بتاعتي، ده كان نص الانترفيو. النص التاني من الانترفيو كانت بتقول لي بقى على اللي عندها. يعني مثلا تقول لي مثلا احنا في كريم والله كان في كي بي اي معين ده مهم قوي بالنسبه لنا. الكي بي اي ده تفتكر لو قل من كذا كذا ايه الاسباب؟ وتشوف دماغك انت بتفكر ازاي، وتشوف انت هتسالها ازاي. يعني انا هقول لها طب انت احنا عندنا الداتا الفلانيه، طب عندنا الداتا الفلانيه عندك، لو عندك هتفكر ازاي؟ طب هقول لها طب هنقيس ده، طب هنشوف ده، هنتراك ده، هنعمل اناليسيس بالطريقه دي. انا شايف بصراحه هندسه ان ده اصعب بكتير جدا من امتحان السيكوال. والله بص هما الاثنين صعبين، هما الاثنين صعبين. هو السيكوال طبعا يعني انت في الاخر هي حاجه انت هتمرن عليها وخلاص. بالظبط. ومتوفره، يعني متوفر. او طبعا للاسف سيكوال برضه مش متوفر قوي ده على النت يعني. انا سقطت تكنيكال كتير على فكره. هو للاسف سيكوال مش متوفر، مصادر تعليميه فيه كويسه. يعني كل اللي بالظبط. بيشرح سيكوال بيشرحها من ناحيه الداتا بيزز والسوفت وير، مفيش حد بيقول سيكوال فور داتا اناليست. فبالتالي مصادر يعني المهم الماي سيت برضه مش موجوده كتير يعني للاسف. المصادر التعليميه يعني بالذات في العرب شحه شويه في ايوه الشغل صح، يعني. انك اصلا ازاي تعرف تسولف بروبلم، ازاي تمشي بخطوات، ازاي تسال سؤال معين، تجمع الداتا بناء على البروبلم اللي انت بتحلها، كل ده طبعا دي حاجه مهمه جدا. ايوه بس بعد الانترفيو بتاع كريم دي ما اكتفوش بكده، بعتوا لي كيس ستادي، يوز كيس كده، وكانت كيس ستادي غريبه جدا. كان بيقولوا لي مش عارف حط الجروس استراتيجي بتاعه كريم في مصر. البوزيشن كان ايه اصلا؟ ده كان داتا اناليست. انا يعني احط جروس استراتيجي ازاي؟ هو ده برضو بيثبت للناس ان قيمتك جوه الشركه عاليه جدا. ايوه لا، وهم عايزين يشوفوني انا هفكر ازاي في البيزنس، ولا انا هقول ايه لا يا عم انا راجل بتاع تكنيكال ما تدخلونيش في القصص دي. بالظبط. فقعدت افكر كتير، وبصراحه سابوا لي فرصه، يعني سابوا لي فرصه وقعدت اسرش. طبعا ما كانش في شات جي بي تي بقى اسرش عليه ولا الكلام ده كله. فلقيت نفسي بحط ماركتنج بلان، فاهم؟ مش داتا بقى. وطبعا كان مديني داتا برضو يعني ده كان يعني كان بروجكت كبير اللي هو احط بلان في الجروس. طبعا حسب يعني كان بلان اي كلام في الاخر، يعني اكتشفت ايوه اي كلام. بس هو كان بس عايز يقيس تفكيرك عايز يشوف تفكيري ويشوف انا هيبقى في ريزيستنس في دماغي في الحته دي. لان هم عارفين دايما الانجينيرز، ودي انا لاحظتها بصراحه، المهندسين بيبقى كده في دماغه كده زي يعني مقاومه للتفكير في البيزنس. انا ماليش دعوه بالقصه للأسف. دي. يعني انا ماليش دعوه انا ليا ان انا اعمل حاجه تكنيكال قويه جدا، برودكت قوي جدا، بيعوا انتوا بقى براحتكم، انا ماليش في القصه دي. تمام؟ ما تفهمش ليه. انا برضو كنت شخصيا كده، بس قعدت فتره طويله عشان اتحول ماي سيت بتاعتي تركب مع البيزنس. والداتا ستوري كان في يعني حاجه زي داشبورد نعملها ويشوفوا الداتا ستوري تيلينج ونعمل برزنتيشن في الاخر والكلام ده كله. وقدمته للمدير اللي فوقيها، وده كان اخر انترفيو. وبعد كده الحمد لله اتقبلت ودخلت كريم يعني. مبروك يا هندسه. الله. بقى بروسس طويله شويه. بالظبط. طيب خلينا بقى نقول طبيعه شغلك جوه المنشاه. انت بقى كنت بتعمل ايه از داتا اناليست، او زي ما انت كنت بتقول، او البوزيشن بتاعك جروس اناليتكس مانجر؟ طيب بص عشان نفهمها خلينا نتكلم الاول على الكالتشر بتاعتنا. دلوقتي احنا في نوعين من الشركات، وده مهم قوي، كتير قوي من الناس مش فاهمين. في نوع من الشركات بيركنوا الناس بتوع الداتا دول كلهم كده تحت قسم الايه الاي تي او قسم الانجينيرنج، تمام؟ قسم التكنيكال، ويفصلوا التكنيكال عن الناس بتوع البيزنس. دول تيم ودول تيم، دول ديبارتمنت ودول ديبارتمنت. في نوعيه تانية من الشركات، وده توجه وده شايفه الاحسن، وده كان من ضمنهم كريم، ان هو التيم بتاع البيزنس يجيب داتا اناليست جواه في قلبه. يعني مثلا في كريم في حاجه اسمها كاستمر كير، هات داتا اناليست شغاله في الكاستمر كير ويريبورت للمانجر بتاع الكاستمر كير. لا صايعين يا باشا. بتوع الديجيتال ماركتنج يجيبوا داتا اناليست في قلب التيم بتاع الديجيتال ماركتنج ويريبورت للديجيتال ماركتنج مانجر، بحيث ان هم يعملوا كنترول على كل ديبارتمنت. تعالى خش يا باشا. ما دي نفس فكره مين؟ عشان اقدر اقيم الارقام بتاعت كل ديبارتمنت. لا، وكمان دي نفس قصه نفس الفكره بتاعت ماكنزي، ان هم عملوا سكواد دخلونا بين تيم واحد. اوكي. الداتا اناليست مع الماركتنج كله في تيم واحد. واخد بالك؟ انتوا يا جماعه هدفكم في التيم ده تحسنوا الكي بي اي الفلاني.
فبالتالي انا كجروس اناليست انا بقيت في قلب الجروس تيم. الجروس تيم ده فهمت ان هو ليه كي بي ايز معينه مسؤول عنها، تارجت، احنا كان عندنا تارجتس شهريه نحققها، ريفينيو ايراد معين دخله في الكريم. وكان بقى احنا كمان احنا كنا في الجلوبال تيم. الجلوبال تيم ده يعني بيطبق على كل الماركتس بتاعت بالظبط تاريخ. احنا بنشرف على الماركتس بتاع كده. فاحنا مثلا بنروح لدبي، طبعا ده كان المين ماركت بتاعنا، ادي الجروس استراتيجي بتاعتكم. السعوديه ادي الجروس استراتيجي بتاعتكم. اردن ادي الجروس استراتيجي بتاعتكم. المفاجاه بالنسبه لي بس هندسه ان دلوقتي انت اتحط لك تارجت وانت اصلا مالكش دعوه يعني خالص بحته السيلز ولا المبيعات ولا الكلام ده هو طبعا ما كانش محطوط ليازر، هو كان محطوط للتيم. للتيم، بس عشان انت جزء من التيم بالظبط فانت تتحمل مسؤوليه ده. بالظبط كده. فانا كنت فاهم كويس قوي انا شغلي ده مربوط ازاي بالفلوس. هو التيم مسؤول ان هو يجيب فلوس معينه في الشهر، اوكي. فياسر هيعمل كذا وندى هتعمل كذا ومصطفى هيعمل كذا عشان في الاخر نجيب الفلوس دي. طبعا يعني مش عايز بقى اقول تفاصيل برضو تكسبوز يعني حاجات كونفيدنشال او كده، اتس اوكي. بس محتاجين طبعا يعني افهم بقى احنا عشان نجيب الفلوس دي محتاجين ان احنا نعمل 1 و2. ايوه الجزئيه دي مهمه جدا. و1 و2 دي عشان نعملهم هيكسروا كذا وكذا، فبالتالي احنا ما نعمل كذا هيجيب لنا كذا وده هيجيب كذا، في الاخر هنحقق التارجت ده. فابتديت افهم اربط بقى الداتا بالبيزنس. اشتغلت القصه دي بقى 4 سنين لغايه اما بقيت اتحط لي بقى تارجت تارجت بقى اللي هو ايه، واجي بقى في ميتنج انت احنا مش هنحقق الفلوس ده الشهر ده، هتعمل ايه؟ هو انا كنت من 4 سنين كنت بفكر غير في داتا، انا ايه يا جماعه مالي انا طيب خلينا كده نقيس ال4 سنين دول اللي انت كل سنه كنت بتفكر بيزنس قد ايه وتفكر داتا قد ايه؟ قعدت بقى يعني انا في اول ما اتعينت كنت افكر 100% داتا، صفر بزنس. بتروح دايما للداتا وتفكر ان هي دي وهنبني عليها. في اتصالات ابتدى ايه اتعلم بزنس واحده واحده، 90 10 80 20 70 30 60 40. بعد كده لما دخلت كريم ابتدى الدنيا تتعكس، ابتديت 50 50 بعد كده 40 60 40 60 از داتا ولا 60 بزنس. حلو قوي. يعني كل شويه انت دلوقتي از جروس اناليست كنت بتفكر ان انت خلاص موضوع الداتا بقى سهل. بالظبط خلاص. الصعب بقى ان انت تفكر بالبيزنس مايند سيت او الحته بتاعت ازاي اللي انت ازاي تربط البيزنس بالداتا. بالظبط دي اللي كانت دي اللي اخذت وقت وبقت خلاص يعني في الاول كانت غامضه بالنسبه لي. وطبعا ايه ممكن نبقى نصور المكتبه اللي عندنا هنا، قعدت اقرا كتير بقى في البيزنس عشان دماغي دي تتعدل. هي ستوري تيلينج منوره الدنيا هناك يعني. داتا ستوري تيلينج منوره. لا لو حاجات بيزنس سيرف يعني جبت بقى كتب ماركتنج، 1 بيج ماركتنج بلان، حاجات بتاعت اليكس هرموزي بقى 100 مليون ليدز و 100 مليون اوفر وحاجات زي دي. حاجات بقى في السيلز، حاجات في الماركتنج، الام بي اي، اشتركت في الام بي اي خلاص. لا احنا جايين لها دي. فالحاجات دي كلها ساعدت المايند سيت بتاعتي ان هي تظبط. طب خلينا نقول 3 كتب ممكن ترشحهم للناس عشان يفهموا بيزنس اكتر ويكون عندهم بيزنس نوليدج كديتا اناليست عشان يعرفوا يسبورت البيزنس ويكونوا فاهمين. يعني ممكن تسمي لي كده 3 كتب فرقت مع ياسر شخصيا. بص هو الكتب كتير بس في كتاب حاضر في ذهني اسمه اهو بروبلم سولفينج بوليت بروف. تمام. ده اي نعم مش هيعلمك بيزنس بس هيعلمك الاناليتيكال ثينكينج. حلو قوي ده. ودي اهم كمان من ان انت تتعلم البيزنس نفسه. بيعلمك ازاي ان انت في الاول تديفاين البروبلم، بعد كده بعد ما تديفاين بروبلم هتمشي ازاي عشان تحل البروبلم. بيديك حته الروت كوز اناليسيس يعني لا كتاب محترم قوي. والناس اللي عاملينه الناس بتوع ماكنزي والناس دول اشطر ناس في البروبلم سولفنج بصراحه. ده كده اول كتاب. ده احد الكتب اللي انا برشحها جامد جدا. ممكن اقول لك ايه تاني من الكتب اللي عندنا في البيزنس. يعني في كتاب 1 بيج ماركتنج بلان، ده محترم قوي في ان انت تحط ازاي ماركتنج بلان. حته الماركتنج بلان دي ليها عليها كلام كتير قوي. 1 بيج ماركتنج بلان ده بص بيلخص لك الدنيا، يقول لك بلاش الدوشه بقى دي كلها، تعالى خش هات كتاب صغير تخلصه تطلع بماركتنج بلان محترمه جدا. ممتاز. والحلو اللي فيه كمان ان هو بيتكلم في حته الداتا برضه. اصل في حاجه رئيسيه في الماركتنج بلان في ارقام ان انت لا وانت يعني تعمل كاستمر سيجمنتيشن. اوكي. فانت عشان تعمل كاستمر سيجمنتيشن محتاج ان انت تفهم داتا، ودي كاستمر سيجمنتيشن احنا يعني بنعملها على طول في الشغل الداتا بتاع اناليسيس بتاعنا يعني.
اوكي. فالكتب ماركتنج محترمه بتتكلم على الحته دي. فانت بما انك داتا اناليست هتقول ده احنا عملناها في الداتا. اوبا، بالظبط. طب تعالى بقى افهم بقى الجانب التاني بقى بتاع البيزنس بتاعها. طيب خلينا بقى فكله- نتكلم عن الكتب. يعني احنا كده خلاص اتكلمنا في كتابين ليهم علاقه بالاناليتيكال ثينكينج وليهم علاقه بالماركتنج والتسويق. وطبعا انا شايف الكتاب بتاع الام بي اي ده او اي كتاب عامه بيتكلم عن الام بي اي هيكون اوريدي في بيرسونال ام reference بي اي كويس. بتاع جورج ده. هو لذيذ، بس حسيته مختصر شويه زياده. يعني هو حلو ممكن كبدايه لواحد. كل ده مختصر. مختصر. بص انا بحب القرايه شويه. ما شاء الله هندسه يعني حاجه قويه يعني. فالقرايه ما تخسرش يعني. ممكن واحد برضو لا يسفر ده خلاص يقرا البيرسونال. هو البيرسونال ام بي اي ده بيجيب لك بقى ايه فروع البيزنس، السيلز والنوتس بتاع، أيوة. يديك اللمحه كده من كل حته يعني. انا بالنسبه لي ده هيكون مدخل قوي جدا ان انا يعني افهم كل ديبارتمنت جوه الشركه دي. حاجه هتكون لطيفه قوي. حلو قوي حلو. طيب دلوقتي يا هندسه عايزين نعرف انت بعد ما كنت جروس اناليست في كريم ازاي بقى اترقيت وبقيت انت اللي تهاير الناس وترقيت تقريبا از اناليتكس مانجر او جروس اناليتكس مانجر في كريم. هو بص، هو في كريم كانوا بيابريشيتوا جدا حاجتين. الهارد وورك دي حاجه، تاني حاجه ان انت ما تمسكش في اللي انت جاي فيه بس وخلاص، لا ان انت يبقى عندك مهارات متعدده وتتعلم حاجات مختلفه. لو عملت كده هارد وورك زائد ان انت بتتعلم حاجات كتيره وكده هيرقوك وهيتبسطوا منك وزي الفل. تمام. بس انت قلت حاجه حلوه قوي دلوقتي، يعني ما تمسكش في اللي انت فيه. اصل في حد يقول لك انا متخصص في الداتا، انا مالي ومال البيزنس ومش عارف ايه وبتاع. ما كنتش هتفرق. اوكي. انا عايز اقول لك كان معايا واحد هندي، وده كان بصراحه من اكثر الناس اللي اثرت فيا في كريم. يعني انت عارف الهنود رهاب. يعني انا كان اول تجربه ان انا اتعامل مع هندي بقى معايا في نفس التيم. بيشتغل ما بيفصلش. يعني انا كنت في اتصالات فاكر نفسي جامد قوي وبشتغل كتير ومش عارف ايه وبتاع، وزي ما قلت لك بعد الساعه 8 بالليل وكده. رحت كريم لقيت ده الطبيعي بتاعي. يعني انا كنت عملته لفتره مؤقته عشان اتعلم ماكنزي. لا دول هم كده، يعني ده الطبيعي لا هم بتاعهم. الهنود صعبين قوي في الحته دي بصراحه. لا وفي الويك اند تلاقيه صاحبي بيشتغل. ايه يا عم احنا اجازه بقى، اجا ايه بقى يعني. بس هل ده عشان الفلوس يا هندسه ولا عشان خاطر هو حابب اللي هو بيعمله؟ بص هم تقريبا يعني تربيتهم او الكالتشر بتاعتهم كده. هم يعني جديين قوي. وفي حاجه اتزرعت فيهم والله اعلم ان هم يعني عارف عندهم كده حس بالحس القومي كده اللي هو ايه، انا جاي من الهند بلد فقيره شويه ومش عارف ايه. طبعا دلوقتي بقيتش فقيره قوي يعني. خيرتي ده. بس هو الحته دي كانوا غرزوها فيهم هم بقى لسه صغيرين. ان احنا عايزين يا جماعه نروح بلاد تانية، نشتغل كويس قوي، نتعلم كويس قوي، نحوش كويس قوي، ونرجع تاني الهند وايه نكبرها وكده. هو جاي برساله، هو بس مش عشان الفلوس، لا هو جاي عايز يتعلم كويس قوي. ودايما حاسين ان هم يعني ايه، انا المفروض ابقى احسن من كده، المفروض ابقى اكبر من كده، انا مفيش حد هيبقى احسن مني. هم عندهم حته كده يعني ممكن احنا كمصريين عاطفين ننزعج منها، بس هو لا، هو انا لازم ابقى رقم واحد. بس هو الجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي هندسه مهمه جدا، لان انا كنت شغال فتره في السعوديه. فكنت انا دايما انا كنت اوريدي شغال في مجال الزراعه. والزراعه بالمناسبه من اقوى المجالات اللي بتستخدم الداتا. بتستخدم الداتا في كل حاجه. انت زرعه بترميها وبتقعد بقى تتراك الارقام وتشوف البرفورمانس وتشوف. يعني اتعلمت فيه حاجات كتير قوي. كان من ضمن الشغل بتاعي ان انا ليا نص ساعه كده بقعد مع السيلز مانجر وبنفضل بقى نتكلم في حاجات كتير، بنفضل بقى نتشابك بس باللي انا استفدت. مره اتكلمنا عن الاحصاء، اتكلمنا عن الستاندرد ديفيشن استخدامه ازاي بره عن الاطار ايوه بتاعه. احنا عايزين نعمل حلقه معاك برضه تحكي لنا على القصص دي. والله هندسه يعني ان شاء الله خير. بس انا بتكلم في حته ايه، ده شرف ليا طبعا يا باشا. بس الجزئيه بتاعت اللي انت تفهم وتسال دي من اقوى المهارات تقريبا. الراجل الهندي ده المبهر فيه ايه، مش هو كان بيشتغل كتير وخلاص، لا يعني هو كان جاي من باك جراوند ايكونومكس، هو خريج اقتصاد فالراجل ما هوش انجينير ولا كمبيوتر ساينس. تعالى بقى بص، اتعلم سيكول، اتعلم تابلو، اتعلم بايثون، اتعلم يا مؤمن ماشين ليرنينج. ما شاء الله. فهو جاي من باك جراوند بزنس انا عايز اتعلم وجاب التكنيكال لاخره برضه. يعني الناس بتوع بزنس مش سهل ابدا يتعلموا برمجه ولا سيكول ولا الكلام ده، صعب قوي. تمام. فهو عمل حاجه يعني احنا كداتا انا سهل ان احنا نتعلم بزنس، بس بتوع البيزنس صعب ان هم يتعلموا التكنيكاليتيز بتاعتهم، بيستصعبوها. فانا لقيته بيعمل ماشين ليرنينج موديلز الناس بتوع الداتا ساينس مش عارفين يعملوه، ده اكيرسي عاليه وهكذا. مش عارفين يعملوه يعني
يعني هو بقى يقطع الناس في الشركه. فطبعا ده بقى انا دخلت معاه مثلا وهو جروس اناليست، ترقى بسرعه جدا جدا جدا، في كام سنه بقى دايركتور. ما شاء الله. فكريم برضو هتلاحظ القصص دي، هتلاقي واحد تايتل دايركتور وهو صغير في السن، هتلاقي مثلا 30 سنه ما ولا انت حاجه. جيت بقى قلت ان الشركات مش بالادميه، انت هارد وركر، بتتعلم بالظبط. كتير، بتسبورت البيزنس، عندك اراء البيزنس عايزه. لا لا لا، ما شاء انت الله. راجل هتجيب لي فلوس الشركه، انا هقدرك يا باشا، وبص عايشك احلى عيش. هو ده الطبيعي يا باشا، فهم بيقدروا. يعني هو ده وفي الطبيعي. نفس الوقت برضو اللي بيتدلع، يعني ما فيش حد بيتدلع. يعني تقريبا مفيش. لا والله، اصل تقريبا دلوقتي الناس الحته بتاعت اللي انا اروح من الساعه 8 للساعه 4 ولا 9 ل 5 دي، واروح اقعد على القهوه بالليل والقرش اللي جاي، الكلام ده تقريبا يعني هم دول تقريبا الناس اللي هيستبدلوه مليار. يعني هم دول تقريبا. بص والله يعني مش عايزين برضو ان احنا، اصل هتلاقي ناس تقول لك ايه ورك لايف بالانس وعم الشيخ والحياه الشغل مش كل حاجه. احنا طبعا فاهمين القصه دي، وانا ما بقولش ان الشغل يبقى كل حاجه. لا ده انا بكلمك على الشباب اللي من سني، يعني انا عندي 27 انا سنه. بتكلم في ان انت في اول الكارير بتاعك محتاج تبيلد سكيلز، محتاج تتعلم، واخد بالك؟ ومحتاج يبقى في فترات كده انت عارف ان المشروع ده معين، يعني في مشروع معين مثلا. انا طبعا في كارير مش على طول كنت بشتغل كتير قوي كده عادي، كان معظم الوقت ممكن اشتغل 8 ساعات عادي. بس انا اقصد في مشروع معين ده مهم قوي وكريتيكال، لا انا هسهر وهشتغل فيه. ليه؟ اما لقوني كده شايل، يعني شافوني انا مقدر المشروع ده مهم ومهم للشركه واشتغلت كتير، هيبتدي يثقوا فيا ويدوني المشروع الاهم اللي بعده. فاهم؟ فالشغل مش على طول هيبقى ضغط. ودي رساله طبعا للشركات، يعني اللي هي يا جماعه قدروا اللي بيتعب عشان خاطر الشغل. طبعا. لان في شركات كتير جدا بدون ذكر اسماء كبيره، لكن للاسف يعني هو على حسب انت في ستايل المانجمنت مش بالكواليتي دي. في ستايل 9 ل 5 شكرا السلام عليكم وعليكم السلام، خد مرتبك وانت راجل متكيف كومفورت زون زي الفل. انت ممكن تختار ان انت تعيش في الحته دي، مش وحش، حاجه مش وحشه. في شركات تانية ضرب نار، هتعلم فيها كتير وهكذا. في ضرب نار من غير ما تتعلم، في ضرب نار من غير ما تتعلم بس في فلوس. يعني فانت تختار على حسب بقى المرحله العمريه بتاعتك. انا في بدايه الكارير محتاج اتعلم، لا انا في نص الكارير محتاج اتعلم شويه، محتاج يعني ما اتعلمش قوي بس محتاج فلوس وراحه وبتاع، وعايز اتجوز وعايز اعمل وهكذا. مثلا انا في نهايه الكارير بفكر بقى في الراحه بقى، خلاص سن وبتاع. لا انا بكلمك يعني على الناس اللي في سني. انا بالنسبه لي يعني اتمنى يعني ربنا يديني الصحه ان انا افضل دايما اتعلم. موضوع انا مبطل اتعلم بتعب نفسي. طيب خليني كده هندسه، قبل ما نروح، انت ليه سبت كريم؟ انت بعد ما ترقيت از اناليتكس مانجر، انت كنت بتقيم السيفيهات ازاي، او بتعمل هايرنج للناس بناء عن ايه؟ يعني ايه اللي انا اكتبه في السي في اوكي. يخليك او يكون اتراكتيف بالنسبه لك؟ بص زي ما اقول لك احنا كان شغلانتنا بنكتب سيكوال كتير، فبالتالي انا كنت عايز اطمن حد شاطر سيكوال. بس دي كانت مشكله اصلا، الناس في السيفيهات مش عارفه تبين ان هي شاطره في سيكوال. طب ازاي ابينها؟ فانا يعني دلوقتي هنتكلم، ممكن نتكلم ازاي نبينها. بس طبعا السهل ان انا الاقي حد مثلا شغال في شركه بيقول ان انا شغال في الشركه دي بكتب سيكوال، فخلاص بفهم ان هو يعني اشتغل بالسيكوال فاكيد بقى شاطر. تمام. فلو حد فريش او مش شغال ازاي بقى يبين؟ كنت بحترم مثلا ان هو يقول لي انا جبت يعني اعلى بيدل في الهاكر رانك. حلو قوي ده. حل الاسئله صعبه، فانا عارف هاكر رانك اللي بيحل فيها اسئله صعبه فهو وصل لمستوى حلو. ممتاز. فان انت تقول لي ان انت حليت اسئله صعبه في المواقع المشهوره اللي احنا عارفينها، دي حاجه حلوه بتطمني ان انت راجل شاطر. ما انت كده كده هتخش عندي وهتحل الامتحان. اول بقى لا كده اصلا ما بفكرش كتير، انا هديله الامتحان. يعني انت لو قعدت تحور عليا في السي في هتخش وهتتكشف. كده كده اصلا مش هضيع وقت معاك غير اما تعدي من الامتحان. بالظبط. ودي يمكن عمليه لنا صعوبه شويه في كريم، بس هم يعني كانوا بيدوروا على ناس معينه، ما كانوش قابلين حد اقل من 100%. ما انت عليت الستاندرد ده جامد. بس بقى كنت اقول لها يعني على الاقل اللي يجيب 80% خلاص. ايش انت جبت كام؟ قلت لها جبت 100%. ايش مش هجيب حد اقل منك. فاذا كده هندسه الجزئيه بتاعت السيكوال دي انت كنت بتقيمه بناء على هاكر رانك، يعني هو حل قد ايه على هاكر رانك وجايب سكور عامل ازاي، وكده كده انت هتدخله المفرمه هيحل الامتحان ولا لا. بالظبط كده. فانا كنت ببص على حاجات تانية غير سيكوال. كنت ممكن ابص على داشبوردز مثلا، يعني كنا بنستخدم مثلا تابلو. فممكن ابص هو يعني انا ما كانش يهمنا قوي ان هو لازم يكون عارف تابلو، يعني ممكن يكون عارف عامه داتا فيجواليزيشن او عارف يعني بيعمل داشبوردز باي تول ثانيه عادي. انا كنت داخل كريم ما اعرفش اي حاجه عن تابلو عادي.
فكنت ببص هو الداشبوردز بتاعته عامله ازاي من ناحيه الداتا ستوري تيلينج. احنا كنا دايما يعني الداشبوردز ما بنحبهاش فرقعه ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني عايز اقول لك مثلا دخلت انترفيو وانا جوه كريم في شركه ثانيه، شركه مشهوره كبيره جدا يعني. فالراجل بيقول لي ما توريني كده امثله من اللي انت عملتها في كريم كداشبوردز. فقلت له ما يعني شايف، قال لي يعني يعني الغي الارقام وكده، عايز بس اشوف شكل الجرافات يعني بشكل الداشبورد. فالمهم ايه، وريت له الشكل بس كده، فلقى ان في لاين شورتس كتير. فقال لي ايه ده لاين شورتس ايه بيزك يعني، عايز اشوف حاجات فخمه يعني. اي فخمه يعني اعمل لك ايه؟ ادينها لك يعني ولا اعملها لك ازاي؟ فقلت له دلوقتي احنا الداشبورد دي اهميتها ايه؟ احنا في كي بي اي فلاني عايزين نشوفه ونعمل له تراكنج ويكلي، عشان احنا كل ويك بنعمل اي بي تيست وعايزين نشوف الريزلت بتاعته وهكذا. تمام، نقف هنا بقى هندسه. انا اهم ان الداشبورد كانت قايمه على مشكله، ايوه اوبجيكتيف معين احنا بس عايزين. هدف معين، مش اللي انا بس يعني بجيب داتا وبعملها كده والسلام. احسن حاجه بتبين ترند ايه؟ لاين شورت. لاين شورت. والله يا عم يعني لو حطيتها بار تشارت هتبقى شكلها احلى، بس مش هتبين ترند زي لاين شورت. انا فاكر برضه الناس لما كنت شغال معاك في بروجكت الكونسلتيشن بتاعت شركه اكس. انت كان دايما انا كان برضه معايا مشكله، او كنت برضه عايز افهم طريقه تفكيرك في حته اللي انت بتعمل لاين شورتس كتير. ايوه انت دايما فلما جيت صيغتها لي فعلا في حته البيزنس، احنا عايزين نشوف الكي بي اي بيمشي ازاي مع الوقت. اوكي، كل اسبوع في البيزنس بنجرب حاجه جديده، فانا عايز اشوف الايفكت بتاع ده على الكي بي ايز بتاعتي. فازاي هشوفه على لاين شورت؟ لا، عايز مش اشوف الرقم فاهمني. قبل الاسبوع وبعد الاسبوع. انا كانت المشكله اللي هو عادي هندسه اعمل 3 4 لاين تشارت. عادي. انت جيت قلت لي ايه؟ انت ممكن تعمل الداشبورد كلها قايمه على بار تشارت ولاين تشارت لو الهدف بتاع المشكله كذا. بالظبط. فالمهم كنت انا بشوف بقى كده في الناس، ان انا بشوفهم هل هو عامل داشبورد مفيده ولا هو عمال يرسم لي شويه رسومات بتشد العين وخلاص. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها. طبعا كنت بشوف ان هو يعني كاتب في السي في فايده البروجكت دي كانت ايه في الشركه ولا لا. يعني في كانت ناس بتبهرني بصراحه، كانت بتكتب في السي في انا عملت اناليسيز الفلانيه وبسبب هذه الاناليسيز وفرت على الشركه رقم، راح جاي يكتب الرقم. زودت الريتنشن ريت 2x، قللت الريتشن ريت from 50% to 40% كده يعني، فاهم؟ تقريبا هندسه انت كنت قايل لي حاجه على كده في السي في بتاعي يعني. دي حاجات اللي يعني شدتني جدا في الزيتك، ان انت قلت ان انا الناس بتاعتي وفرت كذا الرقم ده بيشد العين جامد جدا في السي في. اول تكتب لي ارقام، بس طبعا انت ارقام حقيقيه يعني مش اي كلام. مش اي كلام. عايز اقول لك في مديرتي كانت تحكي لي مره واحد كان كاتب في السي في ان هو كان شغال قبل كده في كريم ومشي يعني، وجاي دلوقتي يقدم تاني، وعمل بقى موديل ماشين ليرنينج تشيرن اناليسيز تشيرن موديل وعمل ارقام وبتاع. فايش ايه الواد ده يصطدق. انا بقى شغاله في كريم بقالي 7 سنين وما اعرفش الواد ده. ايوه يعني ما تحورش عليا، واحنا الجروس اصلا المسؤولين عن الشغل. تعالى بقى فين يا حبيبي فين الماشين ليرنينج موديل بتاعك؟ كان منظر وحش. فطبعا ما تعملش حاجه، ما تكتبش حاجه تعطيش عشان بتتقفش وبسهوله قوي، واخد بالك؟ بس اكتبها بطريقه حلوه. يعني انا مثلا دلوقتي لو انا بقول يا جماعه انا وفرت لديتا سكول تكلفه كذا عن طريق مثلا ان احنا حللنا 1 2 3، تمام؟ بالظبط. الصياغه بتاعت الكلام بقى شات جي بي تي يكتبها، مش مشكله، كانجلش احسن وهكذا. لكن ان هو يكتب لك دي قصه ثانيه. كنت لسه اقول دلوقتي بعت شات جي بي تي، الناس تدي السي في بتاعت شات جي بي ظبط يا شات جي بي تي، الاقي شات جي بي تي سرح وكتب له ايه حاجات ما عملهاش، يقول لك حلو قوي وسيبه وخلاص. انا فاكر الراجل اللي كان مقدم عندك اللي هو نسي البراكتس اللي هو كومباني اكس وحطها. لا شات جي بي تي عامل مشاكل والله. فاذا هندسه انت بتبص على طريقه صياغه السي في عن طريق اللي انت بتبص على الارقام اللي الشخص ده حققها في الشركه اللي كان شغال فيها باستخدام الداتا، وطبعا الطبيعه بتاعه حله في السيكوال حل ازاي، جاب سكور على هاكر رانك وليد كود قد ايه، وصاغ او استخدم السيكوال في البروجكت بتاعه قد ايه بالظبط، او بشكل عامل ازاي بالظبط. اتعامل. ده انا كان عندي جوينز وعملت جوينز ما بينهم وطلعت طيب ده ممتاز جدا. في بس كلمه عايزين بس ملخص، انا عارف طبعا ان ده بحر والكتاب اللي جنبك ده بيتكلم عنها. يعني ايه داتا ستوري تيلينج للناس؟ لان انا بحس ان الكلمه دي يعني كلمه انا مش قادر ان انا امسكها كده. هقول بص، الكتاب ده لو قريته اللي عامله الكتاب ده واحده كانت شغاله في جوجل،
وكانت كاتبه في الكتاب حاجه انت هتستغربها جدا. كانت بتقول لك اما دخلت جوجل ودخلت شركات كبيره زي جوجل وكده، مش فاكر كان جوجل ولا فيسبوك، تقريبا حاجه تقريبا جوجل. المهم قالت لك ايه، ان انا استغربت ان الناس بتعمل برزنتيشنز في الشركات الكبيره دي، برزنتيشنز سيئه. ايه ده؟ يعني ايه برزنتيشن سيئه؟ يعني هو دلوقتي في اي شركه في الدنيا دلوقتي ما حدش بياخد قرار غير على ارقام. مم. فانا البرزنتيشنز بتاعتك بشكل او باخر لازم هي فيها ارقام وجرافس. فكان دايما الناس لما بتيجي تعمل الموضوع الجرافس والستاتستكس والحاجات دي في البرزنتيشنز كانت بتعرضها بطريقه سيئه، فلما بتيجي بتعرضها على المانجرز ناس نون تكنيكال ما كانوش بيفهموا حاجه. فقالت لك انا قعدت اشتغل بقى مع الناس بقى اللي هم زي داتا اناليست او الناس اللي هم بيطلعوا الارقام دي، وعلمهم ازاي يعملوا برزنتيشن المدير يفهمها وهو ما يعرفش اي حاجه عن الداتا اناليست. هي دي يعني داتا ستوري تيلينج، هي دي الداتا ستوري اللي انت ازاي تفهم الستيك تروح تكلم واحد مانجر ما عندوش وقت وما عندوش خلفيه في الستاتستكس، ما عندوش خلفيه في الجرافات، ويتكلموا في خلال 10 دقائق تفهموا القصه from A to Z، وتفهموا الداتا دي على اساسها ياخد قرار عامل ازاي. تحطها له بقى في البرزنتيشن، تحطها له في داشبورد، تحطها له في عفريت ازرق. هي دي الداتا ستوري. طيب هو في حاجه برضو هنا هندسه، تقريبا انا الداتا ستوري تيلينج دي هفهمها بشكل اعمق لو انا راجل عندي باك جراوند بالبيزنس، اللي انا عارف ان الرقم ده مهم جدا للستيك هولدر ده او السي او ده، فاذا لما احطه بطريقه معينه بشكل معين هو هيخش يشوف الارقام 1 2 3، فاذا هيستوعب الداشبورد بشكل احسن. وعايز اقول لك المهاره دي بقى هتتحصل عليها ازاي؟ بالبراكتس مع الناس دي. بمعنى احنا لغايه ما مشيت مع من كريم اقدم ناس في الشركه واحرف ناس، كان جالنا واحده هنديه متخصصه في موضوع الداتا ستوري تيلينج دي، كنا مدينها حته ان هي تعمل الايه البرزنتيشن، السياق بتاعها يبقى ماشي عامل ازاي. لغايه اخر لحظه بعد ما نقعد مثلا اسبوعين نعمل برزنتيشن ونروح نعرضها للمدير، كان برضو بيقعد يدي كومنتات ويسال والحته دي مش واضحه لا وضحوها اكتر، والحته دي مش فاهمينها. فنبتدي نفهم عقليه الراجل ده بيفكر ازاي، والحته دي احنا كنا فاكرين ان هو يفهمها على طول، طلعنا كنا لازم نحط كده ايه هيدلاين هنا يفهمه، والجراف ده كان المفروض يتحسب بطريقه فلانيه، وده مش عارف ايه. فانت في حاله مستمره من الايه ان انت بتعرض المشروع بتاعك على حد شاطر، تاخد منه فيدباك، تحسن وهكذا. وده يمكن اللي احنا بنعمله في داتا سكول، ان انت بتعمل مشروع تعرضه عليك على اي حد من الانستراكتور، انا فعلا هندسه ياخد فيدباك. الكوتشنج سيشن عملنا كده، انت عرضت عليا مشاريع، خد بالك يا كريم دي كذا كذا. فهي دي الطريقه اللي انا اتعلمت بيها، ودي الطريقه اللي انا بحب الناس تتعلم بيها. فعلا. والدليل على كده ان انا المدير اللي انا كنت شغال معاه كان دايما بيحب يشوف جداول، فدي برضو كانت حاجه بالنسبه يعني الداتا ستوري تيلينج مش احسن حاجه في ان هي تكون في اول صفحه. اول صفحه دايما بتتكلم عن الارقام. عايز اقول لك لا، في مديرين كتير جدا جدا يحبوا الجداول. ليه؟ الباك جراوند بتاعتهم اكسل وبتاع. لا، وساعات بيحس هو اللي هو سيمبل. هو برضو مديرين دي حاجه مهمه قوي في الداتا ستوري تيلينج، كيب ات سيمبل. ده حقيقي، خليها بسيطه، ما تقعدش يعني ده اصلا بيبقى دماغه فيها دوشه. هو مش عايز كده ايه، يعني رقم واحد هو ده بيدور عليه. لو حطيت رقم تاني اي نعم مفيد بس مش بيدور عليه هيتخنق. ممكن بقى نحطم حاجه دلوقتي، يعني انا ايه ده المفروض ان انا ما اشتغلش على ديزاين الريبورت بتاعي واختار الالوان واختار مش عارف ايه وافضل 3 4 5 ايام في اللي لا ديزاين يعني الديزاين مهم جدا، والالوان طبعا لازم تبقى متناسقه، وجرافات المساحات ما بينهم، كل الكلام ده مهم عشان في الاخر زي ما قلنا النويز. بس ما تقعدش تحشي الريبورت بتاعك حاجات مش مهمه، او حاجات مش مهمه بالنسبه للراجل. انت في حاجات مهمه تبقى بالنسبه لك انت مهمه، بس بالنسبه للمدير مش مهم، مش هياخد عليها قرار. طيب لو حد دلوقتي بيتعلم دلوقتي هندسه وعايز ان هو يبني داشبورد بديتا ستوري تيلينج ممتازه، تنصحه بايه؟ حاجات كتير بقى، يعني ممكن يقرا الكتاب ده مثلا. ماشي، حلوه جدا ان هو يقرا كتاب داتا ستوري تيلينج. ستوري تيلينج ويز داتا. يعني انا من وجهه نظري برضو ممكن ان هو يحط نفسه مكان الاونر بتاع الشركه بالزبط. او لو هو صاحب شركه وجاي له الارقام دي. بس دي هو للاسف يعني هو طبعا يحاول يعمل كده، بس هي للاسف مش سهل قوي ان هو يعمل كده وهو فريش خالص. يعني هو لانه هو عمره ما اتعامل مع مدير اصلا قبل كده. ما احنا عايزين نأهله بقى ان هو يكون عنده حاجه بحيث ان هو لو دخل الانترفيو يعرف يشوف مثلا مشاريع معموله كده، يعني يشوف مشاريع زي اللي انت كده ايه بورتفوليو مثلا انت عامله ده، بيتكلم كده كانه بيحاكي. اظن في يعني برضو لقيت واحد كده باكستاني
عامل كده بروجكت فروم اي تو زد وبيحاكي ارض الواقع. بيقول لك مثلا دلوقتي سيلز مانجر عمل طلب منك 1 2 3، فتعالوا يلا مع بعض نفكر في الواحد 2 3. فهو عاملها كانها واقعيه يعني. فهي نوع المشاريع ده هو اللي هيبتدي يخليك تتخيل مدير ممتاز. وهكذا. حلو جدا يا هندسه. ليه سبت كاريو؟ قول لي بقى، يعني بعد كل الورد ده ليه مره واحده هوب سبت كاريو؟ بص، ما كانش سهل ان انا اركز في داتا سكول جنب كارير. كان في ضغط جامد طبعا، وصاحب بالين كداب. وزي ما قلت لك انا ما بحبش اقصر في شغلي، واخد بالك. احنا طبعا ما نعرفش ايه داتا سكول دي، هنتكلم عنها بالتفصيل. بس عايزين السبب الرئيسي اللي خلاك تسيب كاريو. بص، انا طبعا ما سبتهاش فجاه. الناس فاكره ان انا سبتها فجاه، وطبعا فجاه لقيت اعلان ان انا سبت كارير ودخلت داتا سكول. بس قبلها انا كنت بحضر لها قبلها بسنتين كاملين. واو. سنتين كاملين بخطط للحظه دي. طبعا كنت بتست اصلا الموديل اللي انا بتكلم فيه ده، المنتور شيب، هل هينجح ولا مش هينجح. فعملت كورس واثنين وثلاثه ودرست مع منصه تانية وجربت كذا حاجه. ولقيت ان في ناس يعني متعطشه جدا، ناس كتير متعطشه ان هي تتعلم داتا اناليسيس بالاسلوب ده. فابتديت ان انا اجهز الكورسات بتاعتي والماتيريال والكلام ده كله وادرسه زي ما قلت لك مره واثنين وثلاثه، لغايه ما حسيت خلاص انا بقى عشان يعني اركز بقى كويس واجيب انستراكتورز بقى قويه كمان معايا، كل واحد متخصص في الحته بتاعته، ونعلي بقى الليفل اللي انا كنت محضره ده. يعني كل شويه بقعد احضر وابديت الكورس بتاعي. اوكي. السيكوال بدات بشويه براكتس، دلوقتي بقى اكتر بكتير قوي، واخد بالك. دلوقتي زي ما انت بتحضر معايا اهو بنصور موشن جرافيك اللي مثلا عمليه الجوين ازاي بتتم عشان نفهم الناس. انا قلت خلاص عشان يعني اطلع اعلى كواليتي لازم خلاص استقيل وايه، اركز 100% في داتا سكول يعني. احكي لنا بقى عن داتا سكول. والله داتا سكول يعني هي يعني حلم ان احنا ازاي نوصل للناس، كل الناس، سواء حد عايز يبقى داتا اناليست او حد عايز يستخدم الداتا في الشغل بتاعه، ازاي تكونكت ما بين الداتا وما بين البيزنس. تمام. ممتاز. الكونكشن ده او الجسر ده حتى الان مش مبني. ومش بس كده، في برضه رساله لداتا سكول ان هي تبيلد الاويرنس بتاع الناس في حته الداتا. يعني في ناس كتير مثلا شغاله اتش ار، حلو. انا لما خدت اتش ار في الام بي اي اكتشفت ليه الاتش ار في شركات كتيره مع الاسف لا يؤدي الوظيفه بتاعته. دايما اسال اي حد كده في الاتش ار يقول لك انا درست الاتش ار جميل قوي، ودراسه الاتش ار بيكلمك على حاجات هايله تحسسك ان الاتش ار ده اهم حاجه في الشركه. ما بيتطبقش. ما بيتطبقش. طب ليه يا جماعه ما بيتطبقش؟ محدش عارف ليه ما بيتطبقش. اما درست الام بي اي مع خلفيتي بقى بتاعت الداتا، لقيت ان السبب الرئيسي ان الاتش ار ما بيطبقش ان هو محتاج داتا، محتاج داتا اناليتكس. فبسبب ان الناس بتوع الاتش ار ما عندهمش مهارات الداتا اناليتكس، فمش عارفين يطبقوا بالاتش ار. فمن ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعملها يا جماعه، تعالوا شوفوا عندنا كورس داتا اناليسيس فور اتش ار، تعالى اتعلم ازاي تطبق الاتش ار صح باستخدام الداتا، لان الاتش ار مش هيطبق غير باستخدام الداتا. ايه رايك؟ ممتاز. نفس القصه الماركتنج. تعالى بص ليه الماركتنج بتاع الشركه بتاعتك مش ناجح لغايه دلوقتي، بسبب ان انت ما عندكش داتا اناليتكس قوي. كل حاجه كده. ففي حته ان احنا نحط الاويرنس بتاعت الناس في الحته دي، ومع طبعا التيتشنج يعني، دي رساله قويه جدا داتا سكول بتقدمها يعني. طيب خلينا اقول ان كلامك ده جميل جدا. معلش بقى انا هخش معاك في جدال، فعايزك تستحملني شويه. هنحاول يا عم، هنحاول يا عم كريم. انت عارفني انا بجادل جدا. ماشي هنحاول. بس خلينا اقول انت في داتا سكول وفي اكس وواي وزد، ايه اللي يخليني اخش داتا سكول؟ وهستفاد ايه لما ادخل داتا سكول وما اخشش واي وزد او اكس وواي وزد، رغم ان هم بيقدموا نفس الكورسات اللي انت بتتكلم فيها دي؟ بص يعني الماركت فيه ناس كثيره جدا محترمه، واخد بالك. وساعات ما بيبقاش عندنا مكان في داتا سكول، وحد يقول لي طب انا عايز اتعلم وبتاع، بقول له طب يعني بص على فلان مثلا، ممكن ده يبقى ايه عنده مكان ادخل عنده. ولكن ايه اللي بيميز داتا سكول بغض النظر يعني عن ان احنا نتكلم عن حد تاني او كده، ان احنا في داتا سكول انا بقى ايه، يعني سواء انا هدرس او حد تاني هيدرس، انا جايب لك ناس عملوا اللي هم بيدرسوه ده.
عملوا حته ان هم كونوا يعني ربطوا الداتا بالبزنس، حلو قوي. فعلا طلعوا فاليو حقيقيه للشركه بتاعتهم. ممتاز. يعني على سبيل المثال مثلا عمرو، دكتور ماشي. عمرو اللي بيدرس معانا، عارف شخصيا وعارف التيم بتاعهم، اديت تريننج للشركه اصلا بتاعتهم. شركه عقل اديت تريننج في داتا ساينس دي بتاعت اوتو بورس. هم هناك ايه بقى عاملين حاجه حلوه جدا. الناس بتوع السيلز علموهم داتا اناليتكس، حتى جابوني اديهم داتا ساينس كمان ماشي بيرنم كده، واو. عشان هم اللي يعملوا الاناليتكس بتاعت السيلز. فهو سيلز بيعمل البلان بتاعت سيلز وفي نفس الوقت هو اناليست، فهو دمج الايه الاناليتكس الاتنين مع بعض. مع السيلز. فهو قريب جدا من البيزنس في السيلز، متابع الارقام، عنده تارجتس، الكلام ده كله. يكون في بيست فاليو جامد في Strategy. الهندسه. صغير عالي جدا. مم. تمام. عندك مثلا عبد الرحمن ما شاء الله عليه داتا كونسلتنت في شركه اس تي جي مالتي ناشونال. دي حاجه هو جديدة بيروح بصراحة. للشركات اصلا ويشوف ايه KPIs يا جماعه اللي انتوا عايزين تعملوها تراكنج وبتاع، وبيبني داشبورد فروم سكراتش. تمام. وطبعا خبره جامده جدا في RBI، خبره في التدريس، سنتين ثلاثه في انا التدريس. اتكلمت مع عبد الرحمن صراحه. انا عايز اقول لك مفيش حد دخل عندنا في الكورس مع عبد الرحمن، يعني دخل عندنا ناس داتا اناليست شغالين في شركات شغالين بباور بي اي، ويخش مع عبد الرحمن يقول لي انا استفدت في الكورس ده اقوى استفاده. معلش يا فندم، ما ده طبيعي ان انا اصلا دلوقتي في عندي مشكله في الماركت كبيره جدا. انا كواحد متعلم عمال اقول ان احنا عندنا دلوقتي في شركه اكس وواي وزد، اخش على الانستراكتورز مش عاملين زي داتا سكول، يعني مفيش بروفايلز للناس اللي انا ادخل اشوف الهيستوري بتاع الراجل ده، الاكسبيرينس بتاعت الراجل ده هيقدم لي ايه. عايز اقول لك يعني ده برضو من ضمن الحاجات اللي عامله لنا مشاكل اصلا، ان ممكن واحد يدخل عندنا الكورس يلاقي احنا مثلا بندرس السيكوال باسلوب مختلف عن اللي هو مثلا شافه على اليوتيوب والكورسات مثلا كده. فيجي يقول لك ايه ده، ليه كده يا معلم؟ احنا بقى عندنا 5 6 سنين في الماركت، عارفين انت محتاج ايه، خلينا ادرسه لك بالاسلوب. وكمان احنا مش يعني الاكسبيرينس بتاعت الماركت حاجه، وكمان خبره في التدريس. فاحنا عارفين ان انت لو انت مش كمبيوتر ساينس ومش انجينيرنج مش هتفهم سيكوال غير بالطريقه دي. اوكي. والحاجات دي هي اللي انت لازماك في السيكوال. بلاش اضيع معاك وقت في حاجات مش لازماك وحاجات هتعقدك في عيشتك. انا جربت قبل كده ادرسها وناس اتعقدت في عيشتها وما اشتغلتش والكلام ده كله. فانا باهلك ان انا في حد داخل معايا كورس سيكوال بس بعد سنتين الراجل ده يعني بحبه جدا، يعني كان في ريليشن شيب ما بيننا كده، دايما كان بيستشيرني الشركه دي مش عارف ايه. عايز اقول لك كان بيكلمني ان هو مقدم في شركه وقال لهم انا عايز 50,000 جنيه، وقالوا له لا احنا اوت اوف بادجت. قلت له ايه يا نهار يا ابني انت لسه واخد كورس من سنتين 50,000 جنيه؟ ما شاء الله. يعني كان مثلا بياخد 10,000 جنيه في شغلانته اللي هي قبل كده، بس انت ازاي نطيت 5 اضعاف في سنتين؟ اتعلم كويس جدا واخد بالك. انك توصل لفلوس لازم يكون عندك فاليو بتقدمها. بالظبط. فانا لقيته لا فرق جامد في خلال السنتين دول، ظهر ان هو اتعلم حاجات كتيره جدا. فهي دي القصه يعني. طيب خليني برضه اسالك سؤال رخم تاني معلش. كلمني بقى هندسه. انا دلوقتي راجل متدرب عندك، عايز افهم الليرنينج بروسيس بتاعك بتشتغل ازاي، او انت المفروض بقى راجل بتاع داتا، المفروض اللي انت بتطبق الداتا دي على الطلبه بتوعك. ممكن بقى تكلمني حبه عن القصه دي، او اللي انت ازاي بتقيم اداء الطالب. حلو قوي. دي حاجه حلوه، احنا بصراحه يمكن اول مره. انا عارف ان ده شغل يا باشا، ان ده شغلي جوه المنصه، بس عادي يعني ممكن عادي تطعن بشغلي. بص يا سيدي، طبعا عندنا باشمهندس اسمه كريم حسام، داتا كونسلتنت قد الدنيا عامل لنا شغل داتا. ويمكن دي من الحاجات اللي انا بقعد ابص كده، هو ازاي شركه احنا لسه داتا سكول لسه بادئين، يعني لسه مفيش يعني سنه ولا سنتين، ما عندناش داتا كتير قوي، وجايبين داتا اناليست فول تايم. مفيش حد بيعمل كده. الشركات الكبيره بعد ما تكبر بيبتدوا يشوفوا ايه داتا اناليست ده ويجيبوا فول تايم. يعني احنا فروم داي 1 وجايبين كمان انترنشيبس فول تايم داتا. ده حقيقي فعلا. طيب احنا بنتكلم داتا اناليتكس ليه او في ايه؟ احنا طبعا ويمكن دي اول مره بقى نتكلم عليه في السوشيال ميديا، هتتسرق على طول بقى، يلا مش مشكله. بس خلي يعني احنا برضو انا مؤمن بحاجه، ان احنا داتا سكول دلوقتي بتليد الماركت. يعني ايه بتليد الماركت؟ يعني احنا دلوقتي في المقدمه بنعمل حاجه كواليتي بتاعتها عاليه عشان بقيه الناس اللي في الماركت كمان تقلدنا. فاوفرول الكواليتي بتاعت الناس اللي طالعين من مصر التعيين بتاعهم يعلى جامد. انا عايز بس افهم، معلش انا جزء طبعا هندسه ده ليا الشرف طبعا ان انا بشتغل معاك واتعلمت من حاجات كتير والله، بس انا بتكلم في حته ايه، دايما انت عندك الجزء بتاع تقييم الطلبه ده يعني
عالي جدا، بص ماشي انا حلو. وعايز تتراك الطالب حل قد ايه وجزئيه ايه وانهي جزئيه كان واقع فيها. الجزء ده تقريبا انا ما شفتوش في اي منصه، فده اللي حمسني اصلا. بص هو الفكره انا ما سبت كريم، انا كنت عايز يعني قعدت كده اقعد مع ناس جبت روحه كبيره، وقلت بقى ايه الفيجن بتاع الداتا سكول. فدايما ما تيجي تسمع فيجن وميشن والحاجات دي، الناس تقعد تكتب انا عايز ادرب 100,000 متدرب، تحس انا إن عايز اوصل لمليون جنيه، عايز صناديق كده بتتفتح على الفاضي واخد وخلاص. بالك؟ بس لقيت نفسي مش عارف اكتب الحاجات دي. انا لقيت نفسي اقول ايه، انا لو دربت 10 محترمين جدا وطالعين شاطرين جدا واشتغلوا ودعوا لي بس شكرا، هو ده زي الفل. صحيح. فانا from day one ما كنتش مركز على الارقام على قد ما انا مركز على الكواليتي بتاعت الناس. فقلت خلاص انا هدفي ان انا اطلع ناس كواليتي تعليميه محترمه جدا جدا جدا. تمام. طيب انا عشان اتاكد الناس بتطلع بكواليتي حلو، انا لازم اقيس البرفورمانس بتاعهم. فمن اول الاتندنس للاساينمنتس للبروجكت للمتابعه الشخصيه الكلام ده كله، للرانكينج بتاع الطلبه يا باشا، بتاع الرانكينج بتاع الطلبه، نعمل لهم داشبورد. يعني احنا بنرتب الناس، يعني كل واحد انت رقم واحد في المجموعه، أيوة. انت رقم 2 ولا 3 وبندي جوائز على رقم 1 2 هو ابلاينج الجزء بتاع الجيميفيكيشن عندك احنا لذيذ قوي. ويمكن ده بقى جه بسبب ان انا من ايام الكليه وانا ببحث في العمليه التعليميه. فموضوع الجيميفيكيشن ده انا عارفه من سنين، درسه من سنين، ازاي ان انت تحمس الناس في العمليه التعليميه. فرحت يعني سبحان الله، دي بقى ترتيبه ربنا ان انا في الكليه وبعد الكليه كل اللي انا درسته في التيتشنج عمل ريفليكشن دلوقتي على داتا سكول. ممتاز جدا. فخلاص ابتديت بقى يلا يا جماعه هنطبق النظام التعليمي ده ونقيسه، والكي بي ايز طبعا يعني حطينا بقى كي بي ايز مسؤوله عن ان يعني عندنا هدف، والله ايه الكي بي اي الفلاني ده لو اتحقق يبقى ده كده ناس تتعلم كويس وهكذا. يعني اهم حاجه الشغل بتاعي عجبك، دي اهم حاجه. والاوتوميشن يعني احنا عاملين اوتوميشن محترم جدا جدا جدا. مين اللي عاملين؟ قول لي انت عملت اوتوميشن حلو، قول لي يا باشا. باشمهندس كريم يا جماعه عمل اوتوميشن محترم جدا جدا. الحمد لله. لا يعني انا بصراحه بقى مهووس بموضوع الاوتوميشن ده. يعني انا لما دخلت كريم زي ما قلت لك قبل كده، لو تاسك بتاخد 5 دقائق انا بحب اعملها اوتوميشن. انا فاكر اصلا هندسه، يعني انا كنت برضو بتكلم معاك في الجزء ده. كنت انت دايما عايز تخلي كل حاجه اوتوميتد او بنسبه كبيره جدا. بالظبط. خد بالك احنا كمان داخلين على عصر الاي اي ايجنتس. الاي اي ايجنتس ده هيبقى يعني زي روبوت، هو شغال مكانك بيفكر وبيقرر وبينفذ. فالموضوع الاوتوميشن ده هيوصل لمرحله رهيبه. فلو انت في البيزنس بتاعك ولسه بتعمل حاجات مانيوال انت بعيد قوي. فربنا يكرمك طبعا عملت لنا موضوع الاوتوميشن ده في كل حاجه. لا ولسه طبعا هندسه في يعني اوريدي احنا عمالين نشوف مشاكل. يعني يمكن من احسن الحاجات اللي احنا اوريدي ضفناها هو ان احنا حطينا الجزء بتاع الانجيجمنت، اللي هو بس مش شرط يعني حد بيحل اساينمنتس او بيحضر او بيأتند اوريدي في المحاضره، لا ده انت كمان عامل ان يتقيم بناء على التفاعل بتاعه في السيشن جوه السيشن. وده طبعا جه بعد محاولات كتير جدا منك وتجربه كتير جدا وطبعا التعاون ما بيني وما بينك. فبصراحه احنا يعني ان شاء الله باذن الله ده يؤتي ثماره بالنسبه للناس يعني. الله المستعان، ربنا يستر. طيب خليني اقول لك بقى هندسه حاجه مهمه جدا. انا واحد من ضمن الناس وصلت لمرحله او عايز اعمل ايفالويشن او تقييم لنفسي، تمام؟ كمهاره كتكنيكال اللي انا اقدر ان انا اروح لشركه احلامي ولا لا. فانا طبعا دخلت معاك وعملت كوتشنج سيشن، وبصراحه ودي كانت بدايه ودي كانت التعاون ما بين الانطلاق. كنت متخيل ان انت بعد الكوتشنج سيشن ده انا هنشتغل مع بعض يعني خليني بقى احكي تجربتي في الحته دي. انا دلوقتي كنت داخل رايح عند حد اوريدي ذو خبره، وخليني برضه اقول لك هندسه ان تايتلز كتير جدا على لينكد ان خداعه. ودي طبعا للاسف يعني زي ما انت يعني زي الحمد لله الكلام يعني ما عليهوش جمارك. يعني جمارك او ما بتدفعش عليه فلوس. ولكن انا بصراحه لما دخلت انت اول حاجه قلت لي ايه؟ فصصت السي في بتاعي وسالتني في كل كلمه وكل حاجه انا عملتها وعملتها ازاي وبناء عن ايه. فالموضوع انا كنت حاسس ان انا داخل معاك انترفيو مش تقييم، ده انت ده انترفيو انا داخل اشتغل. بس حسيتك اللي انت اتشديت شويه بالحته بتاعت السي في والبورتفوليو اللي انا كنت فاكرهم بساط جدا. يعني انا كنت لا البورتفوليو بتاعك كان محترم جدا. يعني طريقه البرزنتيشن بتاعت البورتفوليو، عشان كده انا كنت ساعتها من ساعتها انا بقول لك ايه احنا لازم نعمل ويبينار
للناس نعلمهم ازاي يعملوا بورتفوليو. انا كنت دايما هندسه عندي حته من زمان ان انا بحط نفسي مكان المدير، بحط نفسي مكان المتعلم. لما باجي حتى بسال سؤال دايما الاسئله تكون دي يعني عايده على ان حد هيستفاد منها. فانا دلوقتي لما جيت دخلت الكوتشنج سيشن، لما جيت اوريدي دخلت الكوتشنج سيشن، حسيت ان لا ده يعني انا داخل فعلا اتقيم بجد. تعالى بقى انت عملت السي في ده ازاي، وعملت بناء على ايه والكلام ده. والحاجه التانيه اللي انت جيت قلت لي بقى ايه، طب انت بقى البيزنس ده انت فرقت معاه ازاي، يعني فكرت ازاي كبيزنس وعملت بروبلم سولفنج ازاي. ما لقيتكش خالص مهتم بحته اللي انت الاس كيو ال والباور بي اي از تكنيكال سكيلز يعني. بس لقيتك بتقول لي طب انت تعرف حاجات بقى ادفانسد زي الاي بي تيستنج والحاجات دي. وعملنا اوريدي انا فاكر الخطه وكده، ولقيتك بتقول لي لا انت مش محتاج اوريدي حاجات كتير، اللهم بالظبط خش نركز على دلوقتي. حاجات معينه ادفانسد، حاجه في السيكوال ادفانسد في حاجات معينه بالظبط عشان انت تليفل اب. وانت قلت لي انا فاكر الكلمه دي، قلت لي انت تشتغل سينيور مستريح. وانا مش مقتنع نهائي بالموضوع ده، مش قله ثقه والله، بس دايما بحس ان انا الاكسبكتيشنز بتاعتي عاليه. واللي انا لسه ما ودي وصلتش. حاجه حلوه ان انت تخليك تفضل تتعلم. لا لو هنرجع لسؤالك احنا ممكن نقيم الناس ازاي، ولا كنت بتسال سؤال ايه؟ لا الكوتشنج سيشن، يعني انا دلوقتي لما جيت دخلت عندك، ايه اللي انت بتقدمه للناس في الكوتشنج سيشن تخليهم اللي هم فعلا يعني يدخلوا عندك او يخشوا يستفادوا من خبرتك. والله انا بطلت اصلا ادي كوتشنج سيشنز غير انا عارف طبعا من دانس دلوقتي انت وقفتها. يعني بقيت قليل قوي ولناس معينه. في ناس انا بحس ان هي مش هتستفاد اصلا قوي يعني، فاقول لا لا يعني ممكن تشوف حد تاني، خصوصا ان هي دلوقتي بقت غاليه شويه يعني. دفعت يا باشا، انا دفعت. الكوتشنج سيشن بتبقى هدفها في كده موديل في العلم الكوتشنج اسمه جرو ده كل حرف اختصار حاجه. تمام. تاني حرف اللي هو الار اللي هو يعني انا مش فاكر يعني ستاند فور ايه، بس اللي هي current situation انت واقف فين دلوقتي. بعد كده الاو اللي هو الاوبشنز ممكن تمشي ازاي، او الطرق المختلفه انت ممكن تمشي فيها، والدبليو اللي هي ويل او يعني انت النكست اكشن يعني. تمام. فانا بمشي مع الناس بالموديل ده. اول حاجه ببدا بالار اللي هو بشوف ان هو انت واقف فين. انت ايه السكيلز بتاعتك واقفه فين بالظبط، فبعمل اسسمنت للراجل السكيلز بتاعته واقفه فين، سواء تكنيكال او مش تكنيكال، واشوف السي في بتاعه والمهارات بتاعته والبورتفوليو بتاعه الكلام ده كله. بعد كده ترجع للجول. وبعد كده ارجع للجول. طب انت هدفك بقى ان انت خلاص هتفهم انت واقف فين، هدفك بقى انت توصل لايه. ففي ناس تقول لي انا هدفي ان انا ابقى داتا انجينير، ناس تقول لي هدفي داتا ساينس، ناس تقول لي عايز داتا اناليست، ناس تقول لي طب انا عايز اروح لشركه مالتي ناشونال مش عارف ايه وهكذا. طيب خلاص عرفنا هدفك، نبتدي نشوف بقى ايه الرود ماب اللي انت ممكن تمشي عليها عشان توصل لهدفك ده. فبنعمل كاستمايزيشن اكتر اللي هو كريم غير ياسك غير محمد غير مصطفى، واخد بالك. فطيب ايه اللي الرود ماب اللي تناسب كريم. فانت مثلا قلت لي ايه، انا والله اكتر حاجه بتعلم بيها ان انا اشرح لحد الحاجه. فقلت لك طب خلاص انت التاسك من الرود ماب بتاعتك ان انت هتيجي تشرح لي الاي بي تيستنج، تعمل لي فيديو على الاي بي تيستنج. مثلا السيكوال انت واقف في الحته دي في السيكوال، طب انت هتخش ادي اسئله السيكوال حلها لي. تمام. بعد ما نخش نعمل الرود ماب نبتدي نحط اكشن بلان. الرود ماب دي انت هتخلصها امتى بالظبط، في خلال شهر هتخلص كذا، بعد شهر هتخلص كذا. نيكست اكشن يا كريم ان انت هتمشي من السيشن دي هتروح تعمل واحد ان انت هتسبسكرايب في الهاكر رانك، مش عارف هتتفرج على الفيديو الفلاني، بديك لو عندي ريسورسز بديها لك، لو ما عندكش طبعا انت بتسيرش لوحدك. بس دي كده اوفرول الكوتشنج سيشن. طبعا بيبقى فيها ريفيو للسي في بتاعك والبورتفوليو بتاعك، الناس دي بتدور على الحته دي كده. انا حسيت اصلا هندسه ان انا دلوقتي كون ان انا ادخل وادفع $30، في ناس ممكن تقول انا هدفع $30 عشان اقعد ساعه. بس انا كواحد عندي الحمد لله رب العالمين المايند سيت اللي هو ايه، ادي العيش لخبازه واستفاد من خبرات الناس، لان انت الوقت ده مهم جدا ليك. الوقت اللي انت هتضيعه وتقول انا هعمل خطه مع نفسي ومش عارف ايه وبتاع، ده جميل وكل حاجه، بس هتيجي عند فتره او هتيجي عند وقت لازم حد تاني يقيمك، ومحدش هيديك وقت ببلاش. هو يعني انا معلش برضو خليني اقول الحمد لله يعني المصريين اظن والله اعلم ابتدوا ان هم يتبنوا القصه دي. يعني زمان شويه كان يقول لك ايه يا عم ما تدينا يا عم زكاه العلم يا عم مش عارف ايه. ماشي يا هندسه انا معاك كده، بس انا بتكلم في حته ايه، انا عايز اوصل ان الراجل ده يفضي وقته وراجل عنده مسؤوليات وبيت مش عارف ويقعد معايا يفكر انا فين وهعمل ايه وهروح لفين. قصدك في ناس بتعمل الساعه ب $200 يعني ايوه. ما انا مش قصه كده، بس انا بتكلم في حته ايه. انا شخص برضو انا شايف ان ده هيفيدني، وشايف برضو ان في بورتفوليو قوي.
وانت برضو عندك حاجه، الفند بوليسي عندك حلوه قوي يا هندسه. يعني انت لما لو حد ما استفادش انت بلاقيك دايما بتديله طبعا الفلوس وبتاع، طبعا. ودي حاجه بصراحه الموضوع ده بيوترني بصراحه، ان انا آه. اكون حاسس ان انا اخدت فلوس من حد خصوصا في الكورسات وما استفادش. خد يا باشا فلوسك على طول من غير نقاش. انت هندسه تنصح الناس ان هي تخش تعمل 1 تو 1 سيشن مع حد عند انهي مرحله؟ وهل في مرحله معينه ولا لا؟ ما اظنش ان 1 تو 1 في اول مرحله. اول مرحله ممكن تخش كورس، الكورس ده هيبقى معاك انستراكتور اللي هو ممكن زي ياسر او ياسر نفسه، واخد بالك؟ فساعتها انت اسبوعي هتتقابل معاه اصلا، وفي مساحه ان انت تساله في السيشن عالي خالص، وهيبقى في مساحه انت عندك جروب واتساب تبقى تساله في اي وقت. فانا شايف ال1 تو 1 ده يبقى في الليفل اللي هو نيكست ليفل. يعني انت بعد ما اتعلمت وحتى بعد ما اشتغلت عايز بقى تعلى المستوى الاكبر، او مثلا بعد ما اتعلمت ولسه ما اشتغلتش مش فاهم انت ايه اللي ناقص، ايه المشكله فين. فساعتها ال1 تو 1 ممكن تحلها لك، واخد بالك؟ فهي ليفل 2 مش ليفل 1. طيب يا هندسه هنيجي لاخر سؤال عشان نختم بيه الحلقه. انا طبعا كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده، انا عندي 55 مليون سؤال. لا احنا هنعمل حلقات تانية ان شاء الله. احنا ممكن نبتدي نديزاين كده يعني سلسله حلقات نفسي والله هندسه نتكلم بقى بحيث نفيد الناس بقى بصراحه الناس محتاجه كتير قوي توبيك بقى، يعني توبيك كده وهكذا. عايز اسالك سؤال هندسه وتجاوبنا عليه بكل شفافيه. هل تحليل البيانات لكل الناس؟ زي ما اتكلمنا، انت ايا كان شغلانتك فانت لازم هتحتاج داتا اناليسيس لو انت عايز شغلانتك دي تطلع فاليو اعلى بكتير جدا من اللي انت فيها دلوقتي. زي ما قلنا ماركتنج، سيلز، اوبريشنز، اتش ار، اي حد فيه داتا لازم هيستفاد من الداتا. فانت لازم هتتعلم داتا اناليسيس، واخد بالك؟ هي الفكره كلها في ان الناس مش عارفه تلاقي المصدر اللي تتعلم منه الداتا بحيث ان هي تفهم الكونكشن ما بين الارقام وبين اللي هو بيعمله. زي ما اتفقنا عم كريم ان اي حد هيشتغل ايا كان الدومين بتاعه، انا مؤمن ان هو اكيد هيبقى عنده داتا، ولازم يستخدم الداتا دي عشان يعلي الفاليو بتاعته، على الاقل هتلاقي الضعف. تمام؟ سواء ماركتنج، سيلز، اوبريشنز، اتش ار، زي ما هتكلم. تمام؟ دلوقتي مفيش اي حد بياخد قرار ولا بيعمل خطه غير بناء على داتا. الفكره كلها في ايه؟ ان في ناس تيجي تقول لك انا ما بحبش الارقام، او انا شايف الموضوع صعب. لا، هو الموضوع محتاج حاجتين، محتاج صبر. اي حاجه جديده محتاجه تعلمها، محتاجه صبر شويه. الموضوع ما هواش يعني قلنا خلاص حاجه هتاخد كورس في اسبوعين هتبقى تامين وتروح تقبض 50,000 جنيه في اي شركه. لا، يعني حاجه هنقول فاليو كبيره قوي هتفتكر ان هي سهله، اكيد محتاجه شويه صبر على التعلم. حاجه تانية محتاجه ان انت زي ما قلنا تتعلم عن طريق حد اوريدي عمل القصه دي، تتعلم عن طريق البراكتس. الجزء النظري هو اللي بيخلي الناس كده ايه تحبط وما تكملش. خليني اقول لك هندسه ان انا كان عندي سؤال ليك، بس طبعا عشان الوقت مش هيسعنا ده عايز حلقه لوحده. ازاي ابني عليك محلل البيانات؟ عم كريم عقليه ده كورس كامل. عم كريم احنا ممكن نعمل، يعني مش عايز اقول لك سلسله حلقات، بس على الاقل نعمل حلقه واحده بتتكلم بقى عن الموضوع ده باستفاضه، بحيث فعلا ناس كتيره نفسها في الحته دي. فمش عارف هتبقى سلسله حلقات بقى ولا حلقه، خلينا نشوف. يعني مش هسيبك، ما انا قاعد اهو. ماشي يا عم خلينا نشوف. ماشي يا عم كريم، عايز مني حاجه تانية؟ نتكل على الله نشوف شغلنا، ولا هنقعد بقى نقضيها بودكاستات؟ نورتني في الاستوديو بتاعك.